القصة بتبدأ في أحد السطوح، وهناك أحد القتلة موجود عشان ينفذ واحد من عمليات الاغتيال، ولكنه بيحس بوجود واحد تاني واللي هو بطلنا الجبار أكيرا. وهنا القاتل بيفهم على طول إن معنى وجود مختال تاني في نفس المكان إن هو جاي ينفذ نفس المهمة، وطبعا ما ينفعش اتنين يعملوا نفس المهمة، فعلى طول بيتحرك عشان يخلص عليه، بس هو ما هواش قادر يديله ولا ضربة حتى، مع إنه بيجرب كل الأساليب، بس برضه قدام أكيرا ما كانش قدامه أي فرصة. على طول بطلنا بيكسر له رجله وبيطعنه في ايده، وهنا القاتل ايقن انه قدام واحد من الاقوى، فقرر انه يستسلم. اكيرا بيروح عشان يكمل المهمة، بس يا صديقي عايزين نعرف اكيرا بقى قاتل ازاي. هنرجع بالزمن شوية في واحدة من مدارس اليابان، تحديدا في احد الفصول، وبنشوف طلبة كلهم مصاحبين بعض وبيهزروا كل حاجة تمام، ما عدا اكيرا اللي شبه مش موجود حرفيا، قاعد بيقرا رواية ايسيكاي، ولما واحد من زمايله او بالاحرى واحد من القليلين اللي يعرف انه موجود اصلا خد باله منه، طلب منه يرشح له حاجة زي اللي بيقراها، فاكيرا وافق وصاحبه ومشيوا. بس فجأة هو بيبص في موبايله الجهاز بيقف، وفجأة بيظهر في الفصل دائرة سحرية، وفي ثواني الفصل كله بينتقل لعالم تاني. العيال اتصدموا وبيسألوا هو ده هجوم إرهابي ده ولا إيه؟ لكن بيظهر راجل عجوز وبيقول لهم أنا الملك وعاوز أكلمكم، ولما بيلاقوا مش مركزين بيأمرهم يركزوا، وهنا الملك بيدخل ويشكرهم إن هم قبلوا الدعوة، وبيعرفهم إن العالم ده اسمه مورجان، وإنهم دلوقتي في ريتاي أكبر مملكة عند البشر، وإن حاليا الشياطين بقيادة ملك الشياطين بيهجموا عليهم، ومفيش حد هيقدر يهزمهم غير البطل اللي جاي من عالم تاني. والأول مرة هنا أكيرا بيتحمس، وبعدها العجوز بيقول لهم إن الوقت جه عشان يشوفوا حالهم ويعرفوا مين فيهم البطل. واحد واحد يقرب للكرة السحرية ويشوف حالته، ومع إنه مش بطل بس قوته وموهبته أعلى من الناس العادية بكتير. وده مش هو بس، لا ده كل الطلبة كمان نفس الكلام، وكلهم فرحانين بوظايفهم الجديدة، اللي منها معالج ومبطل سحر ومروض حيوانات وحاجات من دي. بس أكيرا بيلاحظ ان في حاجة غلط، لان ارقامه اعلى بكتير من الكل، وحتى واحدة من مهاراته وصلت للحد الاقصى. ولما رئيس الفصل ساتو بيطلع ان هو البطل الكل بيفرح له، بس أكيرا بيستغرب مع ان ساتو اقل منه بكتير، وهنا أكيرا بيشك ان في حاجة غلط. ساعتها بيستخدم مهارة الاختفاء اللي هي على اعلى مستوى عشان يخلع وما يضطرش يوريهم قوته، خصوصا انه مش واثق في الملك ولا الأميرة، ولحد دلوقتي مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعد ما بيخلصوا الفحص العجوز بيقول لهم يروحوا يرتاحوا، وأكيرا هو ماشي في القصر بالاختفاء بيلاحظ الكاميرات، فبيفهم ان في حد بيراقبهم، قلقه بيزيد، وفي نفس الوقت واحد من فرسان المملكة بياخد باله من وجوده. وبعدها أكيرا بيخش اوضته عشان يستعد لجمع المعلومات وينط على سطح القلعة بسهولة، مستغرب قد ايه قدراته الجسدية قوية، بس بيحس بوجود حد فبيستخدم الاختفاء ويسمع الملك والأميرة بيتكلموا. يسمعهم هما بيقولوا ان الشباب دول عيال أغبياء قوي ومش فاهمين حاجة، وان الوقت جه عشان ينفذوا الخطة، وان لازم يمنعوا دخولهم المكتبة عشان المعرفة اللي فيها لو عرفوها ممكن يبوظ عليهم الموضوع. والأميرة بتمشي وأكيرا وراهم، بيفهم ان اللي بيخططوا له ده مش خير، وان احسن حل يخلص عليه، بس في الآخر ما بيقدرش يعملها. وتاني يوم هم قاعدين بياكلوا، أكيرا بيفكر يلغي الاختفاء ويحكي لزمايله اللي سمعوا، بس خايف محدش يصدقه. ساعتها ساتو بيقول لاصحابه انه شايف ان هم لازم يتفقوا ويستخدموا قواهم عشان يحموا الناس في العالم ده ويهزموا ملك الشياطين والكلام ده كله. أكيرا هو سمعه بيقول لنفسه ان الواد ده غبي قوي وواثق في الأميرة والملك بسهولة جدا. وبعدها بوقت في ساحة التدريب بيظهر قائد الفرسان ساران، وبيقول لهم ان من اللحظة دي لازم يتدربوا عشان بعد شهر هيدخلوا الزنزانة، وبما انهم لسه مبتدئين لازم يستعدوا كويس. وأكيرا اللي بيراقبهم مش مهتم خالص بالكلام ده، وبيقرر يكمل جمع معلومات. ساران بيلاحظ وجوده وبيطلب من واحد من الفرسان يكمل التدريب، بيروح ناحية أكيرا وبيسأله لو في حاجة لفتت نظره. أكيرا اتخض وبيفكر ان الاختفاء اتلغى، بس ساران بيقول له لا ما تقلقش، الاختفاء شغال، ولكن كل اللي في الموضوع ان انا عندي رؤية خاصة وبقدر اتحسس الحرارة. وطلب منه ما يبقاش خايف لانه مش ناوي يقول حاجة للملك. هنا أكيرا استغرب وسأله لو مش في صف الملك والأميرة، فساران بيعرفه ان الوضع متلخبط ويطلب منه ما يقولش للملك اي كلمة من اللي اتكلموا عليها. بعدها بشوية أكيرا بيقول له انه عايز يدخل المكتبة عشان مش فاهم اي حاجة في العالم ده. ساران سأله مهارة الاختفاء عندك مستوى كام، فأكيرا بيعرفه انها على اعلى مستوى، بس باقي مهاراته كلها في المستوى الاول ومش عارف هيرفعها ازاي. ساران عرض مساعدة وبيقول له ان المكتبة اصلا ما فيهاش كتب تستاهل، بس أكيرا بيفهمه انه لازم يدور على طريقة يرجع بيها للعالم بتاعه. ساران بيقول له للأسف ما فيش اي طريقة ترجع بيها، لكنه متأكد من حاجة واحدة لو عايز يرجع،
لازم يبقى اقوى مهما كان الثمن، وكل اللي ساران يقدر يعمله ان هو يخليه قاتل من الدرجة الاولى. اكيرا بيستغرب انه بيعمل كل ده ببلاش، وساران بيقول له ان المقابل الوحيد اللي عايزه انه يحكي له قصص عن العالم بتاعه، لانه عنده فضول جدا، واكيرا وافق وعرف نفسه رسميا عليه. وبالطريقة دي أكيرا بيكتشف إن العالم ده مش بس فيه بشر وشياطين، ده فيه كمان إلف وأنصاف من الوحوش، وكل نوع عايش في قارة مختلفة. ومع المعرفة ساران كمان بيمسك تدريبه. الوقت بيعدي وساران بيحكي للنائب جيل إن أكيرا ده ولد مميز جدا، نفس العالم اللي طلع منه أول بطل، وبيقول له إن أكيرا عنده مهارات في أعلى مستوى لدرجة إن حتى الكاميرات ما بتقدرش تشوفه. جيل اتصدم لأن الوحيد اللي وصل للمستوى ده هو البطل الأول. وفي اللحظة دي يدخل أكيرا، فجيل بيمشي. أكيرا بيوري لساران كتاب لقاه في المكتبة بيتكلم عن الانقلاب. ساران بيكشف له إن هو اللي كتبه ومخبيه في المكتبة ككتب طبخ، وكان واثق إن حد زيه هيلاقيه. وبيعترف له إن الملك عقله فوت وبيحاول يكسر قوانين العالم الطبيعي، وده هيتكلف كتير. وساران مش قادر يسكت، بس الفرسان مديونين للملك ومربوطين بيه. أكيرا بيفهمه لأنه قرأ الكتاب إن هم ناويين يسحبوا السلطة من الملك بطريقة ودية من غير حرب، لكنه بيقول لساران إن أسهل حل هو إن حد زيه محدش واخد باله منه خالص يخلص عليه. وبيعترف إنه كان قريب جدا يقتله بس ما قدرش. ساران بيقول له إن ده أحسن، لأن حتى لو شغلته إن هو يبقى قاتل مش لازم فعلا يبقى قاتل، خصوصا إنه عايز يرجع للعالم بتاعه فما ينفعش يرجع كقاتل. أكيرا بيسأله ليه بيساعده بالشكل ده، وساران بيعرفه إنه مختلف لأنه أول ما جه العالم ده ما مشيش ورا كلام حد، فكر لوحده وخد القرار بنفسه، وده ما يعملوش غير شخص واجه صعوبات لوحده. فأكيرا بيفهمه إن عمره ما كان مميز وهو صغير، ومحدش عمره مدحه بالطريقة دي. ساران بيقول له بما إني مدحتك كده ليه ما تساعدنيش نعمل انقلاب بطريقة سليمة؟ وأكيرا بيقول له إنه هيفكر. وبعد شهر العيال بيستعدوا يروحوا للمتاهة عشان يقتلوا الوحوش، وهم ماشيين في الشوارع أكيرا بيشوف إن هم عاملين موكب احتفال عشان رايحين زنزانة يختبروا قوتهم. بيستغرب لما يبص للناس ويشوف واحدة واقفة بعيد، ففي ثانية بيختفي ويظهر وراها. البنت لما تحس بوجوده بتسأله إذا كان يعرف كم التضحيات اللي اتدفعت عشان يستدعوا كل اللي بيتسموا أبطال. أكيرا يقول لها للأسف ما يعرفش، وقبل ما تمشي تقول له إنها هتقابله تاني لما يعرف الإجابة، وإنه غالبا دي مش آخر مرة يشوفها. وبعدها بشوية وهم جوه المتاهة العيال بيعملوا شغل عالي وبيهزموا الوحوش بكفاءة، بس بيفضلوا يقعوا فخ ورا التاني. وبعد ما بينظفوا القاعة بيتحركوا على اللي بعدها، يلاقوا جيش ضخم من الأورك قدامهم. ساتو بيفتكر إن الأميرة ادت له كرة دخان تخوف الوحوش فبيقرر يستخدمها، لكن أول ما بيرميها بيظهر مونيتور عملاق. ولما جيل بيوصل بيستغرب إزاي وحش زي ده موجود في أول الأدوار. أكيرا يتدخل عشان ينقذ ساتو، لكن أول ما يضرب الوحش بالسكينة بتاعته تتكسر، فبياخد مسافة وبيقول لساتو إنه ما يتحركش لأن دراعاته مكسورة. بس ساتو بيفهمه إنه لازم يحمي زمايله، وأكيرا بيسأله طيب مين هيحميك أنت؟ ساتو بيقول له إن ده مش مهم، المهم إن هو لازم يحميهم. وأكيرا بيقف يقول له إن كل واحد لازم يدافع عن نفسه، وعشان كده كانوا بيتدربوا. بس ساعتها ساتو بدأ يتصرف بغرابة ويقول إن هو البطل المسؤول عن الكل. فأكيرا بيفهم إن في حاجة غلط وبيسأل مين فيهم مبطل السحر. واحدة من البنات بتيجي وأكيرا بيطلب منها تفحصه، تكتشف إن هو عليه لعنة وتبدأ تشيلها. أكيرا يروح لساران بسرعة ويقول له إنه عايز يستخدم الشيء اللي اتفقوا عليه. ساران بيوافق وعلى طول بيبدأ يستخدم قوة النور ويطلق صاعقة قوية تنزل على المينتور. وأكيرا من الناحية التانية بيفعل سحر الظلام بتاعه عشان يهزم المينتور، وفعلا سحبه لتحت الأرض والمعركة خلصت بانتصاره. بعدها ساران كلمه وقال له إنه فعلا تعب جدا بس أدى أداء ممتاز، وشكروا على المساعدة وعرفوا إن هم عاشوا بفضله. أكيرا قال له لا، أنت اللي ساعدتني أسيطر على سحري لما كان هيخرج عن السيطرة وقت التدريب. ساران قال له إنه عمره ما سمع عن مهارة سحر الظلال دي قبل كده، وإنها قوية جدا بس متعبة وصعب التحكم فيها، فبيحذروا ما يستخدمهاش إلا للضرورة. وبعد كده ساران قال له عندي ليك حاجة مهمة. بيطلع السيف اسمه سيف الكاتانا، اتصنع على ايد اول بطل في التاريخ وبيديهوله. أكيرا اتفاجئ ان اداه السيف بكل سهولة كده. ساران فكروا ان البطل عنده سيفه المقدس، وبعدين الملك كان هيلاحظ لو البطل شاف السيف ده. أكيرا استغرب وسأله ايه المشكلة،
فساران اعترف انه سرقه من مستودع الاسلحه الملكي، بس اكيرا ما اهتمش بكلامه، خد السيف وشكره وساله عن اسمه. ساران قال له ان الاسم منقوش جنب المقبض بس هو مش عارف يقراه. اكيرا بص على المقبض ولقى مكتوب عليه السيف السماوي، وكمان لقى رساله من صاحب السيف بيقول انه بيتمنى السيف يوصل لوريثه ويساعده وقت الشده. اكيرا اتحمس جدا وعاوز يقابل الشخص ده. ساران قال له ان هو كمان كان نفسه يقابل البطل الاول، والكلام ده عن الابطال بيفكروا بالبطل الحالي اللي اللعنه عليه كانت قويه جدا ومعموله مخصوص عشان الابطال. وقال له انه عارف مين اللي ورا اللعنه دي بس مش قادر يعمل حاجه. وبعد كده بنروح للاميره وهي بتعمل طقوس معينه. اكيرا دخل وضرب البلوره اللي قدامها. الاميره اتفاجئت وسالته انت مين؟ فقال لها انا عملت كده عشان اشيل اللعنه اللي على البطل. فالاميره سالته انت ازاي دخلت اوضه بنت من غير اذن؟ فقال لها ان البنات ما ينفعش يستخدموا لعنات عشان يتحكموا في الناس، وبيعرفها ان كده بقت شبه الساحره اكتر من الاميره. وسالها هي ليه بتعمل كده؟ فقالت له ان كل اللي بتعمله هو لاجل جلالته. فبيسالها بتتبع اوامره ليه وباي هدف؟ ردت بنفس الرد وقالت كله عشان جلالته. اكيرا زهق منها ورجع لساران اللي سأله إذا كان كشف نفسه للأميرة ولا لأ. فقال لها إنه كان عمل كده عشان يعرف رأيها في اللي بتعمله، بس ما عرفش ياخد منها إجابة واضحة لأنها بقت مجرد دمية في إيد الملك. بعد الكلام ده ساران قال له يروح ينام، بس حذره ما ينامش في القصر الملكي لأن الأميرة هتلعن أي حد غير البطل، بس لو بات بره مش هتقدر تلمسه لأنها ما تعرفش عنه حاجة. أكيرا فهم إن قصده إنها ممكن تحاول تقتله لأنهم هيقلبوا القصر عشان يدوروا عليه. سأله لو مش هيزعل عشان كشف نفسه للأميرة. ساران فهمه إن فاهم إن ده حماس الشباب وان هو كان كده برضه وهو صغير، وهو كشخص كبير لازم يعوض عن ده. اكيد اتبسط وقال انه كان يتمنى يبقى في ناس زيه كده في العالم بتاعه. ساران قال له تمام خدني معاك لما ترجع لعالمك عشان اكتشفه. وتاني يوم الصبح اكيرا صحي وحاسس بحاجه غريبه، فراح القصر يشوف فيه ايه وشافه ساتو وساله كان فين. اكيرا بيعرفه انه كان نايم وبيقول له في ايه يا ساتو؟ بيعرفه ان ساران اتقتل، واكيرا على طول جري عليه وفضل يعيط. وجه حد من الموجودين قال لك ان الخنجر اللي اتقتل بيه ساران هو نفسه بتاع اكيرا. اكيرا لاحظ على طول ان الكل متاثر بلعنه الاميره، ووقف قدامهم وقال لهم يهدوا، وقال لهم انه ما ينفعش يتهموه بالقتل لمجرد السبب ده. في اللحظه دي الملك دخل واتهمه انه ارتكب جريمه كبيره بقتل قائد الفرسان وانه لازم يتحاكم ويتعاقب. اكيرا على طول فهم انه هو في خطر ففعل سحره سحر التخفي قبل ما اي حد يمسكه، وكلهم اتصدموا مش قادرين يحددوا مكانه. واكيرا بعدها راح لجال اللي قال له ان قائد الفرسان اتقتل على ايد قتلة الملك الشخصيين اللي اسمهم غربان الليل، وانهم كمان مستهدفينه. جال عرفه ان القائد سايب له مؤن في اوضته وقال له ياخدها ويهرب. وفعلا اكيرا راح اوضه القائد خد الحاجات اللي سايبها له وهرب بعيد. وفي نفس الليله الملك كان واقف مع الاميره وبيقول لها انه مش مصدق ان ساران مات بالساهل كده، خصوصا ان الاميره خلصت لعن الكل ما عدا البطل. الاميره قالت له ان كل اللي محتاجينه دلوقتي هو السبب عشان يعلنوا الحرب على الشرق، بس الملك قال انه محتاج الاطفال دول يكونوا قطع شطرنج في خطته، وقال ان اكيرا هيموت قريب في خندق مهجور. بعدها طلب من الاميره تبعت اوامرها لغربان الليل عشان يصطادوه احتياطي، والاميره راحت تنفذ الاوامر طبعا عشان جلالته. تاني يوم الصبح اكيرا كان بيقرا رساله من ساران. الرساله كانت بتقول لو لقيت نفسك هارب مفيش مكان تتخبى فيه، مش هتلاقي غير المتاهه دي، بس خد بالك الميه هناك محدوده جدا، فانا عايزك تخطط كويس، ولو عايز تعرف ازاي تزود مستواك الاجابه برضه في المتاهه، لان كل ما تنزل اعمق الوحوش بتبقى اقوى. اكيرا افتكر وقت ما سال ساران ليه الناس كلها مش بتروح المتاهه دي. ساران قال له ان المكان ده خطير جدا، وحتى لو خبى وجوده الوحوش هناك عندها حواس شم وسمع قويه جدا، بس لو طور مهاره القتل عنده هيقدر يتخفى ويخفي ريحته وصوت خطواته حتى حراره جسمه. وفعلا اكيرا دخل واحد من المتاهات وقتل كتير من الوحوش. وبعدها افتكر كلام ساران انه لما يوصل مستوى 100 هيكتسب مهاره فريده هتساعده ينجح في العالم ده، وقال له يبدا من متاهه كانتون ويحاول يهزم الزعماء اللي بيقابلهم كل 10 ادوار. اكيرا بدا يقاتل الزعماء، وبعدها كمل قراءه رساله القائد اللي قالت لما تدخل غرفه الزعيم مش هتقدر تخرج الا لو واحد منكم مات، بس لو انتصرت عليه قدراتك هتتطور بشكل ضخم. وفعلا اكيرا بدا هجومه على الوحش العملاق، هاجمه ومنع كل ضرباته، بس فجاه الوحش ضربه من ظهره واكيرا كان على وشك
الموت، وكده مش هيقدر يرجع البيت حتى، ولا هيقدر ينتقم لقائد الفرسان ساران، بس هو قاتل بكل قوته، وكمحاولة أخيرة بيستخدم سحر الظلام وقدر يهزم الوحش وقطعه حتت. وبعد المعركة أكيرا كان واقع على الأرض مصاب، بس مهارة العلاج بتتفعل، ومع إنها هتستهلك كل مخزون طاقته ولكن ضروري جدا. الناحية التانية في القصر كان في شاب بيكلم ساتو وبيقول له إن هم اتقال لهم يروحوا مكان ملك الشياطين فورا، بس هم لسه مش قادرين يصدقوا إن أكيرا قتل قائد الفرسان. ساتو فكر وقال إن أكيد دي لعنة الأميرة اللي نائب القائد جيل اتكلم عنها، وبيعرفهم إن هو هيروح لملك الشياطين لوحده، بس أصحابه أصروا يروحوا معاه. وبعد ما خرجوا من القصر ساتو قال إن الملك بنفسه أمرهم يروحوا يقاتلوا ملك الشياطين. بنت من الفرقة طمنته إنها شايفة الكل هناك في أمان من اللعنة، وقالت إنها مانعة سحر يعني محصنة ضد اللعنات، وقالت إنها بقت تقدر تحس لو حد عليه لعنة. صاحبهم أسهاينا قال لهم إن ممكن أفعاله ليها علاقة بالموضوع ده، وبيقول ان ذكرياته ما كانتش واضحه، بس هو فاكر انه كان بيكسر باللورة في اوضه غريبه، وكل ده عمله بالسيف ده، بس مش فاكر مصدرهم. جال واقف بيتفرج عليهم وهم ماشيين، وبيقول ان السيطره بتاعته اقوى من اللعنه اللي بتتحكم في الناس، وانه فرحان لانه نفذ اوامر ساران الاخيره. بعدها بيتمنى للابطال رحله ناجحه، واسهاينا هو ماشي بيفتكر انه لازم يتواصل مع اكيرا، لانه كان المفروض يكلمه لما كان مختفي، وبيكون حزين لانه حتى لو كان ملعون ده ما بيبررش ان هو ما يدعموش. بعدها بنشوف اسهاينا لما قابل اكيرا وهو بيشتغل. اكيرا قال له انه مش عايز حد في المدرسه يعرفه، خصوصا اخته الصغيره، ولما اسهاينا بيطلع صوره لاخته الصغيره مع صاحبتها، واللي سبحان الله بتطلع اخت اكيرا. بعدها اكيرا صاحي من النوم فاهم انه كان بيحلم بصاحبه اسهاينا، وتمنى يكون بخير، وكمان بيتمنى ان امه واخته هم كمان يكونوا بخير. لاحظ انه مش حاسس باي وجع، وقال ان الاحصائيات بتاعته زادت جدا، وتقريبا نقاط حياته مليانه، وبدا يكلم نفسه: انا فاكر ان انا كسرت 3 ضلوع، والسم انتشر في رجلي، وسحر الظلام اللي كان مستوى 3 زاد مستويين كمان، وبقى اسهل في التحكم. ومع انه ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، بس كل اللي يقدر يعمله صديقي انه يكمل تقدم. اكيرا خرج وفضل يمشي لحد ما قابل وحش سلايم ضخم قدامه، فجره وفجاه طلعت منه بنت جميله جدا، واللي طلعت إلف. واكيرا كان متفاجئ لانها اجمل واحده شافها في حياته، بس عشان الامان فعل مهاره عين العالم، واللي بتخليه يشوف اسرار اللي قدامه، بس ما قدرش يستحملها، فوقف المهارة فورا لأنها كانت قوية جدا. قرر إنه يوقف يستخدمها عشان هي خطيرة، وفي اللحظة دي البنت الألف قامت، بس الحمد لله كانت كويسة. أكيرا بص عليها وقال في نفسه: أنا لمحت حالتها دلوقتي، نقاط حياتها نزلت 2%، وهي سألته: إحنا فين دلوقتي؟ فبيعرفها إنها في الدور ال 75 من المتاهة، ولما سألته: أنت مين؟ قبل ما يرد كانت فقدت الوعي بسبب السخونية. أكيرا خدها المكان آمن وحاول يعالجها، ولما فاقت لقت نفسها في المكان ده، وهو كان قاعد بيحضر لها شيء سخن واداهولها، بس هي قالت له ان الجوع منعها تنام، فجاب لها اكل سخن واكلته وهي مبسوطه، وسالته ازاي بيقدر ياخد باله من المرضى كده. قال لها انه متعود على كده لان امه كانت صحتها تعبانه، وكان دايما هو اللي بيهتم بيها. بصت على الحيطه وشافت كتابه وسالته: انت اللي كتبت ده؟ قال لها: ايوه، ده معناه ان احنا في الدور ال 69، بكتب كده في كل دور عشان اتابع تقدمي. ففكرته ان هو قال قبل كده ان هما في الدور ال 75، ليه راجع؟ مش المفروض تفضل طالع مش نازل؟ قال لها: ايوه، بس اقرب بئر ميه كان هنا، وانا شلتك وجيت بيكي خصيصا للمكان ده. شكرته وقالت له انها من العيله الملكيه، وبجد مبسوطه جدا لان مفيش حد ساعدها بالطريقه دي قبل كده. وبعد كده بيروحوا على الدور ال 80 وبيقابلوا غول عملاق، وبعد ما بيخلص عليه اكيرا بيسالها هي ليه ماشيه وراه مع انها بقت كويسه خلاص وتقدر تروح، فقالت له: لا، دي بس مجرد صدفه ان احنا ماشيين في نفس الاتجاه. فجاه دخلوا مكان واتصدموا لما شافوا تنين ضخم جدا هاجمهم بسرعه. اكيرا فعل مهاره الاخفاء، بس ما اشتغلتش على التنين لانه كان بيتتبع طاقته السحريه. التنين ضربه ضربه قويه جدا، وبعدها هجم عليه تاني، فاكيرا فعل قوه سحر الظلام وقدر يوجه له ضربه خلصت عليه. بس بعد شويه حصل حاجه غريبه، وخرج شعاع نور غريب من جسم التنين. فجاه النور اختفى والتنين اتحول لقطه ضخمه، والالف اللي طلع اسمها ايميليا خدت بالها انه لسه عايش وانه عنده مهاره اسمها مغير الشكل، ففهمت ان ده مش تنين حقيقي، ده كان متنكر، وده باين لان التنانين الاصليه اقوى بكتير. وقدرت تعرف ده باستخدام قدره عين العالم، وسالت اكيرا ليه مش بيستخدمها، فقالت
وقال لها انه مش عارف عشان مستواه لسه مش عالي كفايه، بس هي وضحت له ان المشكله مش في المستوى، المشكله انه لازم يبطل يقاومها. وقبل ما يكملوا كلامهم القطه فاقت وكانت مصدومه انها اتهزمت من 2 بس، وقالت انها متحوله لتنين لمجرد التسليه، يعني كان واخد المعركه هزار مش اكتر. اكيرا اتصدم انها بتتكلم، لكن هي رفضت تتعامل كوحش، وقالت انها مش زي الوحوش الغبيه، وان سيد الشياطين هو اللي خلقها مخلوق ذكي. اكيرا استغرب من كلامها، بس هي طنشته وقالت له ان هو مجرد طفل عاش اقل من قرن. فاكيرا فكرها انها مش في وضع تتكبر فيه، لانها مش قادره تتحرك اصلا وهو يقدر يخلص عليها بسهوله. القطه قالت له يعمل اللي هو عايزه، بس هي عندها رساله من سيد الشياطين نفسه. الرساله كانت ان سيد الشياطين مستنيه في قلعته في عمق قاره الشياطين فولكانو. اكيرا استغرب ازاي يعرف عنه او عرف انه هيوصل هنا. حتى القطة قالت إن إدارة سيد الشياطين أعلى من إنها تفهمها، وبعدها قالت إن مهمتها خلصت وإنه يقدر يقتلها لو عايز، بس هو رفض وهي أصرت. قالت له إن باقي الأعراق والشياطين أعداء الباقيين، فلازم يقتلها كده كده. لكن أكيرا قال لها إن الكلام ده ملوش علاقة بيه، وإن فكرة إن كل أعداء دي غلط. الملك دايما كان بيغرس الأفكار دي في دماغ الأبطال، بس أكيرا حاسس إن في حاجة غلط. إيميليا فكرته إن الباب مش هيفتح غير لما الزعيم أو هما يموتوا، وهو عارف كده كويس، بس القطة ما فهمتش ليه مش بيقتلها، واتصدمت لما قال لها ان هو مش هيقتلها لانه بيحب القطط. القطة افتكرت انه بيتريق وقالت له ان هم هيموتوا من الجوع لو محدش مات، بس اكيرا قال اكيد في حل تاني. ايميليا جالها فكرة لو عملوا عقد سيد وتابع وبقت القطة خادمته مش هتتحسب كزعيم. القطة قالت ان الفكرة غبية لان الطقس محتاج تحكم جامد جدا في المعنى، وان اكيرا مبتدئ ومش هيعرف. بس ايميليا فكرته انه لسه عامل حاجة زي كده من شوية، استخدم المانا بطريقة ما عملهاش غير البطل الأول. أكيرا بيفكر إيه اللي ممكن يحصل لو فشل في الطقس، والقطة عرفته إنه لو ما نجحش واحد فيهم هيموت، أو ممكن هما الاتنين كمان يموتوا. بس أكيرا ما اهتمش، وإيميليا استغربت ليه بيجازف كده، فقال لها إن دي طريقته، والقطة قالت عليه أهبل وطلبت يبدأ. إيميليا بتشرح له إنه يمسك إيد ليل ويضخ فيها المانا، ولو نجح أرواحهم هتتربط، ولو فشل هيموتوا. بدأ الطقس وشاف جزء من روح ليل، بس المكان بيتغير وبقى مدينة مولعة. ليل بتهاجم الناس، ولما حاول يوقفها هجمته وقالت له يقتلها عشان ينجو، لكن هو طعن نفسه بدلها. ليل اتصدمت فقال لها انه مش هيقتلها، وده لانه حاسس انها مش عايزة تقتل حد. قالت له ان الوحوش غريزتها هي القتل، لكنه قال لها انه حاسس انها زهقت من كده، ووعدها انه هيكون معاها ويحميها. كلامه لمسها والعالم حواليهم اختفى، ولقى نفسهم في شروق الشمس. ولما رجع ايميليا فرحت انه عايش، ولما لمس ليل لقى ختم على ايده زي اللي على راسها، فعرفت ان الطقس نجح وان روحهم اتربطت. ليل فرحت واعترفت بيه كسيدها، ووعدته انها تفضل وفية ليه. ايميليا عرفت نفسها وليل احترمتها، وبعدها ظهرت دايرة سحرية والباب اتفتح لان ليل ما بقتش زعيمة. ايميليا بصت لاكيرا باعجاب، وهو قال لها انه متحمس للدور الجاي، بس قرروا يستنوا لحد ما ليل تفوق. وفي الوقت ده ساتو وباقي الابطال وصلوا لمدينة ياماتو، وانبهروا بالمكان اللي تأسس على ايد بطل من عالمهم. استمتعوا بالاكل والمناظر، وبعد شوية ساتو قال لازم يلاقوا شغل عشان ما يفلسوش، فاقترحوا ان هم يبقوا مغامرين، والفكرة كانت كويسة والكل موافق عليها. بدأوا يتكلموا عن الوضع لانهم حاسين ان هم لسه مش فاهمين حاجة في العالم ده، وعايزين يتكلموا مع الناس ويجمعوا كتب عشان يتعلموا اكتر ويلاقوا طريقة يرجعوا بيها لعالمهم. ساتو قال يمكن اسرع طريقة هي هزيمة ملك الشياطين، فالكل اتصدم وفكرهم ان الملك والاميرة هم اللي استدعوهم، فلو هزموا ملك الشياطين ممكن يتفاوضوا معاهم ويرجعوهم تاني. لازم كمان ما يبعدوش عن القصر لان باقي زملائهم هناك. وقرر انه بعد ما يجمعوا فلوس كفاية ومعلومات هيروحوا قارة الشياطين، بس اسهاينا قال لازم يتقابلوا مع اكيرا الاول لانه هو تقريبا اقوى واحد فيهم، ومواجهتهم لملك الشياطين من غيره انتحار. في واحد اعترض وقال لهم انه ما ينسوش ان هو قتل ساران، بس الباقيين قالوا ان ده كان سبب اللعنة. وبنت اسمها يوكي قالت يمكن اكيرا مش عايز يرجع لهم اصلا، فبصوا كلهم على ساتو مستنيين هيقول ايه، وهو اعترف ان اكيرا اقوى، بس التعاون معاه صعب لانه من النوع اللي ما بيهتمش بحد. الكل وافق فعلا ان هو مش اجتماعي، فساتو وضح ان سيف البطل المقدس هو اللي ممكن يهزم ملك الشياطين، وده معناه انه لازم يشتغلوا كفريق. بس الفرق بين قوتهم وقوة اكيرا كبير، فقرروا يستنوا لحد ما يبقوا اقوى او حتى قريبين منه، وبعدها ممكن يتعاونوا معاه.
قرروا ان هم هيقعدوا في المدينة لحد ما اكيرا يوصل لهم، بشرط ان الوحوش تفضل في مستواهم، ولو بقوا اقوى يروحوا لمكان تاني. الكل وافق وبدأوا ينفذوا الخطة. وبعدها بنشوف ماضي ايميليا واللي كانت مطاردة من الف زيها، فاضطرت توقع نفسها في بحيرة وقالت انها اتطردت من بلدها، وهناك سلايم اسود ابتلعها، وبعدها لقت نفسها مع اكيرا. اكيرا اتأثر، لكن ليل مستغرب وقال ان السلايم ما بيهضمش البشر كده. ايميليا ما فهمتش، بس كانت مبسوطة ان السلايم كان السبب انها تقابل اكيرا، وهو قال لها لازم ترجع بلدها، بس هي قالت انها ملهاش بيت، واختها الصغيرة هي اللي طردتها، فقال لها تحاول تصالحها، بس هي عرفته ان الخلاف كبير جدا. اكيرا قال لها ان العيلة بتتخانق بس دايما بترجع لبعض، وحكى عن اخته الصغيرة لما جاب لها ايفون جديد. هي ضايقت وما فرحتش لانه كان اشتغل وقت اضافي وحوش عشان يجيبه، فما رضتش تاخده لحد ما امها قالت لها تاخده، فاخدته وطلبت منه ما يتعبش نفسه تاني. بعدها قال لإيميليا ان العيلة مهما حصل بترجع لبعض. وليل سألته لو ناوي يرجع لعالمه، قال لها انه اكيد عايز يشوف عيلته تاني، بس عنده مهمة لازم يكملها الاول. قال كمان انه في عالمه القديم كان شخص عادي محدش بياخد باله منه، عشان كده لما خد قدرة التخفي حس انها مناسبة ليه جدا. بس كان في شخص واحد قدر يلاحظ رغم كل ده، واللي هو اللي علم اكيرا ازاي يعيش في العالم ده، بس للاسف الشخص ده تم اغتياله على ايد حثالة ملهمش لازمة. اكيرا الغضب مسك وطاقة الظلام خرجت من جسمه كله، وفهم وقتها ان لو ساران ما كانش اتورط معاه كان هيفضل عايش لحد دلوقتي، وقال انه مش هيرجع لبيته غير لما ينتقم لساران. فجأة ايميليا زعقت له عشان يفوق، وليل قالت له يهدي نفسه شوية ويوقف نية القتل اللي جواه. اكيرا تأسف لهم انه خرج عن السيطرة، والباقيين قالوا له ان هم سمعوا عن ساران لانه كان معروف كواحد من احسن الفرسان في العالم. وفجأة ليل اتفاجئت لما اكيرا قرر يغير جو وبدأ يلعب في فار وريل، وقال انه كان بيعمل كده زمان مع قطط الشوارع، بس ليل قالت له انا مش قطة شارع. ايميليا حبت تجرب هي كمان وقعدت تلعب في الفرو. اكيرا فعلا طلع بيحب القطط جدا، وايميليا قالت انها كمان بتحبهم، بس اللي اتنرفز وقال انهم المفروض يكونوا جديين اكتر، وافتكر اكيرا ان ارواحهم متصلة ببعض، يعني لو واحد فيهم مات التاني كمان هيموت. بس الميزة بقى ان هم يقدروا يتخاطروا بعقولهم مهما كانوا بعاد عن بعض، وده بالنسبة له احسن من الموبايل. ايميليا غيرانة من العلاقة وقالت انها بتحسد ليل، بس لما اكيرا ما سمعهاش عملت نفسها ما قالتش حاجة. وبعد شوية ليل خف تماما والمجموعة بقت جاهزة عشان تنطلق تاني. ليل قال انه حتى هو مش عارف المخرج هيوصلهم فين، وانه قليل جدا من الشياطين دلوقتي اللي لسه يعرفوا يصنعوا دوائر سحرية. اكيرا قرر انه بعد ما ينتقم لساران هيروح لارض الشياطين ويجبرهم يعلموه ازاي يعمل دائرة سحرية، وقال كمان انه هيعدي على ملك الشياطين عشان يشهد ان ليل مش خطر عليهم. ايميليا قالت انها سمعت ان الدائرة الزرقاء بتنقلك للمكان اللي نفسك تروحه، بس لو اكتر من شخص داخلها الدائرة بتختار رغبة واحدة بس، وكل المجموعة بتنتقل على اساس الرغبة دي. اكيرا قال لو ده حقيقي يبقى المكان اللي هنروحه مش مضمون، بس ايميليا قالت بكل ثقة انها مش فارقة معاها تروح فين طول ما هي مع اكيرا هتبقى بخير. اكيرا اتفاجئ في الاول بس ما فهمش قصدها، وفكر انها قالت كده لانها مش هتجوع طول ما هو موجود. وقبل ما يدخلوا الدايرة اكيرا فكر لو ممكن ترجع بيه لحياته الهادية لو تمنى كده، بس الفكرة راحت بسرعة لانه قرر انه لازم ياخد حق ساران الاول. اول ما دخلوا الدايرة لقوا نفسهم واقفين قدام شجرة مقدسة ضخمة. ايميليا اتصدمت وليل قال انها في مملكة الغابة ودي ارض الالف، واما اكيرا شاف المكان كويس، اما ايميليا فكانت مرعوبة لانها مش جاهزة خالص ترجع بلدها. وفجأة اكيرا اضطر ينقذها من سهم كان جاي في اتجاهها، وصد سهم تاني بسكين وهاجم على اللي ضربه، وفي لحظة اختفى وظهر وراه وقال له ما تتحركش والا هقطع رقبتك. اكيرا وقع الالف على الارض واميليا اتعرفت عليه، طلع اسمه ليان. ليان قال انه كان جاي يحقق في ضوء غريب، واتصدم لما شاف ايميليا وقال عليها الخاينة. ايميليا اتصدمت لما قال كده. هو كمل وقال انها ما بقتش اميرة وملهاش مكان في المملكة، وقال لها تغرب زي الجبانة اللي عليها، وفضل يشتم فيها بس اكيرا ما سكتش وخبطه خلاه يغمى عليه. ايميليا شكرته عشان دافع عنها، لكنه قال لها ان خلاص اتاخروا لانهم اتحصروا من كل ناحية. واخت ايميليا ظهرت فجأة واسمها كيليكا، وكانت متضايقة جدا انها رجعت. وكيليكا قالت ان المرة دي ايميليا لازم تدفع الثمن اللي عملته، وكان واضح جدا الكره بين الاختين اكتر واكتر مما اكيرا كان متوقع. وبنرجع شوية بالزمن وايميليا كانت خارجة تتمشى مع خادمها اللي رفضوا يسيبوها لوحدها، وقالوا لها ان الملك مش موجود ومسؤوليتهم يحافظوا عليها. ساعتها ايميليا شافت اختها وهي بتجري في الغابة وبتحارب 3 مقاتلين بالسيوف، وكانت خفتها وسرعتها رهيبة، قدرت تهزمهم بسهولة وتوقع سيوفهم بقوتها، ودخلت
خلى إيميليا تعجب بيها. في اللحظة دي ليان قال إن كيليكا قوية فعلا، بس اللي المفروض تاخد العرش هي إيميليا. بعدها بكام يوم ليان اللي كان خطيبها جه وطلب إنه يفسخ الخطوبة، فإيميليا قالت له إنه يتكلم مع أبوها الأول لأن ده كان قراره من الأول. بس كيليكا قربت وقالت إن ليان مش بيحبها أصلا وإنه فسخ الخطوبة عشان هي طفلة. طبعا الكلام ده وجعها، وبعد شوية وقت إيميليا لقت نفسها قدام أختها ومعاها جنود المملكة، وكلهم بيتهموها ظلم إنها عملت جريمة كبيرة وبيقولوا عليها طفلة الخراب. هنرجع بقى للوقت الحالي، وإيميليا وعدت أختها إنها تمشي فورا، بس كيليكا قالت لها إن ده مش كفاية. أكيرا وقتها اتدخل وقال ما تتكلمش كده، وكيليكا سألته أنت مين؟ فقال لها أنا أكيرا، اتعرفت على أختك من قريب. فكيليكا حضرته وقالت له إنها أختها مجرمة كبيرة وأذت العيلة الملكية، وورت له دراعها اللي عليه أثر سم كانت إيميليا هي اللي اديته لها كأنه علاج، وده خلى الناس تصدق إنها شريرة فعلا. كيليكا قربت من أكيرا وشكرته على اللي عمله، وقالت إنه جاب الأميرة الملعونة لحد عندهم بنفسه. إيميليا حاولت توقفها عشان ما تبصلوش في عينه، بس كيليكا خلاص فات الأوان لأنها استخدمت سحر الجاذبية وهو بقى تحت سيطرتها. وأثناء ما الاتنين بيتخانقوا أكيرا قال لهم يهدوا شوية وإنه ما فيهوش حاجة، واعترف إن السحر ده بيشتغل على الخصوم الضعاف بس، وده خلى كيليكا تتنفذ لأنها مش قادرة تقبل إنه أقوى منها. أكيرا أمرها تبطل كذب وقال إنه عارف أختها كويس ومش ممكن أبدا تأذي حد. كلامه عصب كيليكا أكتر، ولما قالت إنه مش نافع الكلام معاه أمرت الجنود يقتلوه. وقبل ما أي حاجة تحصل الملك ظهر وأمر الكل يوقف. كيليكا استغربت وسألته إزاي رجعت بدري، فقال لها إنه اضطر يرجع بسرعة وعايز يفهم إيه اللي بيحصل. الجنود بدأوا يتهموا إيميليا، والملك فهم إن كيليكا استخدمت سحر الجاذبية عليهم وسيطرت على عقولهم، وأمرها تفك السحر وقال إنه هيتكلم معاها بعدين. وبعدها راح لأكيرا واتأسف له عن تصرف بنته وقال إن إيميليا خلاص رجعت فهو لازم يمشي. بس إيميليا حاولت تشرح إن أكيرا هو اللي أنقذها، والملك قال لها محدش من عرق تاني ومش مسموح له يعيش هنا مهما كان السبب. وإيميليا قالت إنها ساعتها هتمشي مع أكيرا، بس الملك رفض لأن واجبها تورث العرش. ساعتها أكيرا اتضايق وقال إنه مش هيسمع الكلام. إيميليا حرة تعمل اللي هي عايزاه حتى لو اضطريت استعمل القوة عشان اخليها حرة. وليان اتأسف للملك انه ضعيف، والملك فهم وقتها ان أكيرا قوي فعلا، فقرر يتحداه في نزال واللي هيخسر يسمع كلام التاني، واختار كيليكا تمثله. بعد شوية راحوا ناحية الشجرة المقدسة، وساعتها أكيرا سأل إيميليا ليه بيسموك طفلة الخراب، فعرفته إن في أسطورة بتقول لما يتولد توأم واحدة منهم لون شعرها وعينيها مختلف ده نذير شؤم على العيلة، وعشان كده سموها طفلة الخراب. لما وصلوا عند الشجرة المقدسة أكيرا جهز نفسه، وإيميليا قالت له إن أختها مبارزة شاطرة جدا وشافتها وهي بتتدرب وهي صغيرة. أكيرا وعدها إنه هيديها الحرية اللي نفسها فيها. الملك قال لكيليكا تثبت قوة الملك، بس كيليكا اتعصبت لما لقت أكيرا مش رافع سيفه حتى، فقال لها إنه مش عايز يأذيها. بدأوا يتقاتلوا وأكيرا كان بيتفادى ضرباتها بدهشة من قوتها بس من غير ما يضربها في نفس الوقت. طبعا ده خلاها تغلي أكتر، ولما قالت توقف قبل ما تتعور هجمت عليه بسحر. في الوقت ده إيميليا كانت بتشرح لليل إن أختها هي الوحيدة اللي تقدر تستخدم سحر الرياح، بس أكيرا كان لسه بيتفادى ضرباتها بخفة، وقالت ان الابتسامة اللي بتحاول تبنيها دي مخبية دموع حقيقية. كان بيتحرك بسرعة رهيبة لدرجة ان كيليكا ما خدتش بالها ان وراها اصلا، وقالت ان لازم تصلح اللي حصل بينها وبين اختها، لكنها رفضت تاني وقالت ان عمرها ما هتسامح اللي سرق منها كل اللي ليها، وبدأت تهجم بسحرها المجنون. وعقلها رجع للحظة زمان لما كانوا الاتنين زي بعض وعايشين في سلام، لكن في نفس اليوم سمعت ابوها وبيتكلم مع واحد من الخدم، وعرفت ان إيميليا هي اللي هتبقى الوسيط الأسطوري واللي العالم كله هيبقى تحت رجليها، وإن مملكة الإلف هتكون بأمان لو هي بقت الملكة الجاية. ومن وقتها كرهها بدأ يكبر لأن محدش بقى مهتم بيها بعد كده، وفضلت تهاجم بغضب. في اللحظة دي ليان قرب منها وهو ماسك فرع من الشجرة المقدسة وطلب من إيميليا تنقذ أختها، فوافقت وركبت على ظهر ليل واستخدمت قوتها لتنقية المكان كله بفضل طاقة الفرع المقدس. ده خلى الإلف يتفاجئوا لما فاقوا من تأثير كيليكا اللي لاحظت كمان ان قوتها بدأت تختفي، وهي غاضبة قالت انها مش هتسمح انها تخسر كل حاجة. بس أكيرا كان عارف انه لو فضل يتفادى ضرباتها ناس كتير هتتأذى، ففعل سحر الظلال بتاعه وأمره يبتلع الطاقة دي، لكن السحر اتصرف بطريقة غريبة وارتد عليه هو، وده خلى ليل يتصدم من النتيجة. حتى أكيرا نفسه ما كانش متخيل القوة اللي حصل عليها، بس استخدمها وهجم على كيليكا وقدر يهزمها
ويرميها على الارض. كيليكا ساعتها كانت حزينة وقالت انها ضعيفة، وان حتى السحر اللي كانت مستخدماه على ليان اختفى بسرعة ورجع لإيميليا. بس إيميليا قالت لها ان ده مش حقيقي، لان السحر اصلا ما اشتغلش عليه من البداية. كيليكا طلبت منهم ما يشفقوش عليها وقالت ينفذوا العقاب سواء الاعدام او النفي. الملك قرب منها وقال ان كل دي غلطته، لانه حاول يحميها بس انتهى به الحال انه اذاها اكتر. وساعتها فك القفل على ذاكرتها، واتضح انه من سنين لما كانت صغيرة راحت المتاهة عشان تتمرن اكتر، وهناك واحدة غريبة ادتها كرة سحرية وقالت لها انها تخليها تقدر تستدعي وحوش تساعدها تتطور. لكن لما استخدمتها الوحوش كانت اقوى بكتير منها واضطرت تهرب. بس الوحوش بدأت تطاردها بره المتاهة، وده المفروض ما يحصلش، فحاولت تحارب عشان محدش في القرية يموت. بس بعد شوية ليان جه مع مجموعة جنود وقال لها تهرب، لكن فجأة جوبلين هجم عليه وقتله قدامها. المنظر ده دمرها والذنب كسر عقلها، فالملك اضطر يحبس الذكرى دي في عقلها، وبمساعدة إيميليا استخدموا طاقة الشجرة المقدسة وطقس سحري كده عشان يرجعوا ليان للحياة. وده سبب ان الناس بعد كده بدأوا يبعدوا عنها عشان ما تفكرش في الموضوع وتتأذى اكتر. الملك قال انه كان مستني لحد ما تبقى قوية نفسيا كفاية عشان يقول لها الحقيقة، لكن للأسف الامور خرجت عن السيطرة. حتى ليان قرب منها وقال انه اسف لانه حاول يبعدهم عن بعض عشان كرهها ما يكبرش. بس اللي حصل انه زود الخلاف اكتر، واعترف ان سحرها ما كانش شغال عليه، لان لما عملوا الطقس اللي رجعه للحياة ورقة من الشجرة المقدسة دخلت في جسمه، وده خلاه محصن ضد اي سحر تحكم. كيليكا يا عيني بدأت تعيط وتقول انها طول عمرها كانت غيرانة من اختها وفاكرة ان الكل بيكرهها، بس في الحقيقة هي اللي كانت بتأذي اللي انقذها واصلح الكارثة اللي هي بنفسها تسببت فيها وخلت الناس يكرهوها ظلم. بس إيميليا قربت منها وقالت لها ان ده مش صح، وانها وهي صغيرة كانت بتشوف قد ايه كيليكا بتحاول تبقى قوية، وكل الناس لاحظوا كده، فلازم تفتخر بنفسها. والكل قرب منها وواسوها وقدروا يسامحوا بعض في الاخر. اكيرا فرح ان النهاية كانت سعيدة جدا، وبعدها بساعات الملك دعا الكل على وليمة كبيرة وقال انه هيوفي بوعده لان كيليكا خسرت التحدي. وايميليا اعلنت انها تمشي مع اكيرا، واللي قال ان هم الاول رايحين لقارة الرجال الوحوش عشان يلاقوا اسلحة قوية. وبعد شوية ايميليا قعدت مع اكيرا لوحدهم وطلبت منه يناديها بشكل اقرب عشان هو دايما بيناديها بشكل رسمي وده بيحرجها. فالمهم هو وافق وبدأ يناديها باسمها، وده خلاها تفرح وعادته انها تفضل معاه طول العمر، لدرجة ان ليل نفسه اتضايق منهم وقال ان هم شبه الاطفال. في الوقت ده ساتو وفريقه كانوا ماشيين في طريقهم لقارة الرجال الوحوش عشان يطوروا اسلحتهم ويرفعوا مستواهم، وكانوا زعلانين ان هم ما قابلوش اكيرا لغاية دلوقتي. وفي الناحية التانية قبل ما اكيرا وايميليا يمشوا كل مملكة الألف بيودعوهم، وكيليكا بتقول لاختها إنها ممكن ترجع في أي وقت، وأكيرا بيشكرهم على حسن الضيافة. والملك بيقول له عادي ولا يهمك، وبيعرفوا إن في موكب هيوصله للميناء، وده لأن في حوادث اختطاف كتيرة حصلت هناك الفترة اللي فاتت، وإنه لسه راجع بعد ما حقق فيها. بس إيميليا طمنته إن أكيرا قوي جدا وهيكونوا كويسين، بس الملك برضه رفض عشان هو أب إيميليا وعايز يطمن عليها. وبالمرة بقى كيليكا وليان وكل الألف حرفيا بيقولوا ان هم عايزين يوصلوهم، وفعلا ده اللي بيحصل. وفي العربية اكيرا بيسأل ليل ليه كان ساكت طول ما هو قريب من الملك، فليل بيفكروا ان مش كل الناس زيه بيقبلوا الوحوش اللي زيه، وانه لو ما كانش عمل كده كان سبب لهم مشاكل. وهنا اكيرا بيقول له انه لو فضل يتصرف كقط عادي كان ملك الشياطين هيغضب، وبيسأله لو ملك الشياطين لسه بيراقبهم. فليل بيأكد كلامه وبيقول له ان عينيه وودانه مرتبطة بملك الشياطين، بس عادي لانه ما بيتحكمش بتصرفاته، وبيعرفوا انه مش ناوي يخونه مهما حصل. بس اكيرا بيرفض ده وبيقول له انه لو حصل بينه وبين ملك الشياطين معركة هو عاوزه يقف في صف ملك الشياطين. بس ليل بيقول له بالحق ملك الشياطين عاوز يقابلك. وهنا ايميليا بتتدخل وتقول له انه ممكن يكون عاوز يصاحبه، وبتفكره انه كان جامد امبارح. وليل بيأكد كلامها وانه اكيد اللي عمله خلى ملك الشياطين مهتم بيه. ففي النهاية مش كل الناس بتستخدم سحر الظلام وبتخليه يلف جسمها كله، فاكيرا بيبرر انه عمل كده عشان خاف لا ياكل كيليكا، وده يا صديقي بيعجب ليل اكتر وبيطلق عليه لقب سيد الظلام. فجأة كيرا بيحس بحاجة وبيأمرهم ان هم يوقفوا العربية، ولما بيخرج بيقابل مجموعة من قطاع الطرق اللي بيهددوهم برهينة وبيطلبوا منهم يربطوا نفسهم عشان ما يقتلهمش. وبياخدوا بالهم من إيميليا اللي هي أميرة الألف موجودة،
ولو سلموها لزعيمهم ده هيخليه مبسوط جدا. ولسه بيتكلموا اكيرا فعل مهارة الاختفاء وفي ثانية افقدهم الوعي وبيطلب من الالف يربطوهم. وبعد ما ربطوا قطاع الطرق بيفتكروا ان هم قالوا ان زعيمهم اسمه جرام واللي هو واحد من افراد العائلة الملكية لاكبر مملكة في قارة الرجال الوحوش. ولما اكيرا بيسمع الكلام ده بيطلب من الالف يرجعوا وان هو وايميليا هيكملوا لوحدهم، وده لان خلاص الميناء قرب يوصل، ولما بيوصلوا بيركبوا سفينة. اكيرا بيعرف ايميليا ان هم يهتموا بالاسلحة لما يوصلوا، وانه كمان عاوز يزود قوته لو كان ممكن، وده بيصدم ايميليا وبتسأله عن السبب، فبيقول لها انه عاوز ينتقم لقائد الفرسان. وليل بيقول له في متاهة في مدينة الميناء وانه ممكن يزود قوته هناك، بس لان الرحلة هتاخد كام يوم فكل اللي هيعملوه ان هم هيناموا ويستريحوا. ايميليا زي الطفلة مبسوطة ومتحمسة لان دي اول مرة تركب فيها مركب، واكيرا قاعد بيقرا كتاب وبيقول لايميليا ان ابوها طلع راجل طيب عشان اداله كتاب من مكتبته الخاصة، وده بيضايق ايميليا لانه بسبب ده مش هيعمل حاجة غير انه يقرا الكتب. وبتقول على اكيرا وابوها ان هم اغبياء، ولما بيوصلوا ايميليا بتكون زعلانة لان اكيرا ما عملش حاجة حرفيا غير القراءة والنوم. لما بينزلوا من المركب بيلاحظوا ان البشر هم اللي بيعملوا كل الشغل الصعب، ولما بيكونوا ماشيين بيقابلوا 3 من انصاف الوحوش وبيقولوا لاكيرا يسيب ايميليا ويمشي، وكلامهم بيخلي اكيرا يتضايق ويطلب من ايميليا تغمض عينيها، وبعدها بيستخدم سحر الظلام وبيعميهم وبيسيبهم ويمشوا. ليل بيمدح اكيرا ان اللي عمله كان صح، فاكيرا بيعرفه انه كان ممكن يخلص عليهم بس ده كان ممكن يعمل دوشه ملهاش اي لازمه. وهما ماشيين بياخدوا بالهم ان الكل خايف من ليل، وده عشان القاره دي بتكره القطط السوداء. المهم تاني يوم في ضيف جديد جاي لهم واللي هو الحداد اللي اسمه كرو، واللي جه عشان ليل استأجره امبارح. وكرو بيلقب ليل بالكابوس وبيقول انه جه عشان هو اللي طلب منه، وليل بيعرفهم انه احسن حداد في العالم. وهنا اكيرا بيعرفوا بيه، وايميليا وكرو بيطلب منه يشوف السلاح، واول ما بيبص عليه بيعرف هو استخدمه فين. ولما اكيرا بيسأل لو هيقدر يصلحه فكرو بيعرفه ان طول ما هو هيدفع هيقدر يصلحه. اكيرا بيوافق وبيديله اللي هو عايزه، وبيطلب منه يجيب له 20 سلاح رمي قاتل، وبيقول له انه لسه ما عندوش خبرة ومش هيقدر يستخدم اسلحته كويس، وكلامه بيضايق ايميليا. وهنا ليل بيعرفه ان كرو قبل ما يبقى حداد كان عضو في فريق البطل السابق، يعني هو خبير في القتال. وبعد الكلام ده كرو بيسيب ورقة فيها المواد اللي هو عاوزها عشان يصلح السيف ويصنع الاسلحة اللي اكيرا عاوزها، وبعد كده بيمشي ومعاه سيف اكيرا. ولما بيمشي ليل بيقول لهم انه شخص عنيد بس ماهر جدا، وكلامه بيخلي اكيرا يثق فيه اكتر، وبيقرا الورقة وبيفكر هيجيب الفلوس والمواد منين. فليل بيقول له في الغالب من صيد الوحوش في المتاهة، هناك هتلاقي المواد اللي انت عاوزها واللي مش هتستخدمه ممكن تبيعه. اكيرا بيوافق لانه ممكن يزود قوته هناك، وكمان ليل بيعرفه ان متاهة بيرت هنا بس عشان يخشها لازم يبقى مغامر. وفجأة ايميليا بتقاطعهم وبتقول لهم انها تخرج شوية، ولما بيسألوها رايحة فين بتقول له انها هتكلم كرو 5 دقايق بس. ولما بتمشي اكيرا بيطلب من ليل يروح معاها عبال ما هو يجمع المعلومات على المتاهة. ايميليا وليل راحوا بيت كرو اللي بيسألهم عاوزين ايه، فايميليا بتقول له ان فريق البطل السابق فشل في هزيمة ملك الشياطين، وانه بس البطل ومقاتل من انصاف الوحوش اللي نجوا. فبيقول لها بالحق كان في 1000 في الفريق ومات، وقول ان انا جبان عشان سبت زملائي في الفريق وهربت. فهي بتعرفه ان بما انه نجا فده معناه ان هو اقوى، وبتطلب منه يعلمها القتال، بس هو بيرفض انه ياخد تلاميذ لان بينتهي بيهم الحال بالهروب او الموت. بس هي بتقول له ما تخافش انا مش ههرب ولا هموت، وبتعرفه انها عاوزه تفضل مع اكيرا، بس الفجوه بينهم كبيره جدا فعشان كده عايزه تبقى اقوى. كرو بينادي على ليل بالكابوس تاني وبيقول له احنا اتفقنا اني اصلح واصنع اسلحه بس. فليل بيقول له ايميليا بتتحرك من نفسها ملهاش دعوه بيا ولا بسيدي، وبطل تناديني بالاسم ده. فكرو بيفكروا انه رمز الرعب اللي جرح روح وحوش القاره دي ومش هيناديه غير بالاسم ده. ايميليا طبعا واقفه تايهه، هي عارفه زمان انه كان اسمه القط الاسود قبل ما يبقى ليل، بس ايه الكابوس دي؟ ليل بدا يحكي انه من حوالي 100 سنه كانت مدينه الميناء اداليا اكتر مدينه مزدهره في البلد دي، وملك الشياطين اداله مهمه انه يراقب المدينه، وكل اللي كان مطلوب منه وقتها ان هو يوصل تحذير لقاده المدينه. ولكن في اليوم ده سبت الطاقه الشيطانيه تسيطر عليا وفقدت نفسي، غرقت في دم ودمار رغم ان ما كانش فيه اي داعي، والمدينه اتمسحت من على الخريطه. ومن ساعتها سموني بالكابوس، وبقى القطط السوداء رمز الرعب اللي محدش متخيله. في نفس الوقت اكيرا كان سامع القصه عن بعد بصوت ليل. كنت فاكر ما فيش سبب خليني اكمل
نكمل عيش. اللي حصل اليوم ده زرع جوايا كره لنفسي، بس دلوقتي الوضع اتغير. طول ما انا بخدم سيدي الماضي مش هيعيد نفسه. ابتديت حياة جديدة وحياة انا مش مستحقها، بس اسمي ليل دلوقتي وتابع أكيرا ومش هرمي حياتي تاني. لكن كرو بيقول له إن القصة ما خلصتش هنا، وبنرجع شوية بالزمن وبنشوف كرو هو واقف قدام قبر، وبيجيله ليل وبيقول له أنت الراجل اللي هرب مع البطل، ولو عاوز تنتقم لعيلتك اللي ماتت أنا مش هعمل حاجة. بس كرو بيرفض وبيقول له أنا كنت أداة في إيد ملك الشياطين، مفيش لازمة ألومك، ما ينفعش ألوم السيف أو الرمح على الجرح اللي عمله. أنت ما قتلتش أختي ولا ملك الشياطين حتى، بعد ما مشيت كانت بتحاول تنقذ الناس اللي تحت الأنقاض، بس الراجل ده كان مستعجل، يمكن خاف ترجع، ولما وقفت في وشه قتلها وقتل ناس بإيده عشان مصلحته من غير تردد. اللي قتل أختي واللي أنا عايز أخد بثأري منه هو جرام من العيلة الملكية. في الوقت الحالي إيميليا بتسأله خدت انتقامك؟ كرو قال لها لسه، أختي الطيبة عمرها ما كانت هترضى أبدا أمشي في طريق الظلام ده، وفهمت قبل ما يفوت الأوان. وبيعرفها إنه مش محتاج أي شفقة منها. وهنا إيميليا بتعرفه إنها مش بتشفق عليه، هي بتشفق على أخته، وانت بتستعمل ذكراها كعذر لجبنك. كرو بيسألها قصدها ايه، فبتقول له انت شوهت ذكراها واقنعت نفسك انك بتكرمها، بس في الحقيقة انت بتجري من العالم ومن نفسك. فكرو بيتضايق وبيسألها عرفت منين، فعرفته انها كانت زيه بالظبط، واقنعت نفسها ان كل ده عشان اختها لحد ما اكيرا وراها انها غلطانة. كلامها ده خلاه يتعصب وبيطردها. وبعد كده بنروح لاكيرا وهو بيقرا شوية معلومات وبيقول لازم رتبة مغامر معينة عشان تدخل المتاهة، وانه عشان مش معاه بيقرر يستخدم مهارة التخفي ويدخل من وراهم. وفجأة المدينة اتهاجمت وإيميليا بدأت تستخدم قوتها ضد وحوش ضخمة، وبتطلب من ليل انه يساعدها، وفعلا بيعمل كده وهي بتحاول تصد الهجوم. فجأة طلع راجل وبيقول ازيك يا أميرة الألف. إيميليا أول ما بتشوفه بتفتكره وبتقول انت اللي خدعت أختي. الراجل بيقول انا لسه ما عرفتش عن نفسي كويس، انا اسمي كريس. وبيعرفها كمان ان ملك الشياطين امرني اسيبك انت بس عايشة، عندك سحر نادر وقوي ووقتك لسه ما جاش دلوقتي. في اللحظة دي أكيرا ظهر وهاجم أحد الوحوش وبيسأل ليل إيه اللي حصل، فليل بيعرفه إن إيميليا اتخطفت. الشيطان اللي قاد الهجوم خدها لجوه المتاهة، ولما وقف قدام مدخل المتاهة لقى جيش من الوحوش، وليل بيجيله وبيتأسف عشان اللي حصل لإيميليا وهو بيحرسها. أكيرا قطع كلامه وبيعرفه إن أهم حاجة دلوقتي إن هم يخلصوا على الوحوش، وبيطلب منه يبعد. ولما ليل فعلا بعد أكيرا استخدم طاقته كلها وفعل سحر الظلام، هجم على الوحوش بجنون، وسحره اللي بقى عامل زي الإعصار كان بيقتل في الوحوش. واثناء القتال فكر ان دي اول مره في حياته يحس باحساس الشده دي، وفي عالمه القديم ما كانش هيعرف الغضب ده ابدا، بس دلوقتي فهم حاجه بسيطه، في حد في العالم ده غالي عليه زي عيلته. المهم انه خلص على كل الوحوش بس طاقته خلصت فبيغمى عليه من التعب، بس حتى وهو على وشك انه يفقد الوعي بينادي على ايميليا. وليل اللي كان متابع اللي بيحصل من بعيد جري عليه بسرعه هو قلقان عليه، وفجاه سمع صوت بيتكلم. الصوت نادى اكيرا بالسيد وقال ان طاقته فاقت الحدود، وده كان صوت النظام شغل سحر خاص اسمه تعافي الظل، واستخدم طاقة الطوارئ عشان يعالجه. وبعد ما رجع طبيعي النظام وقف السحر وسكت تاني، وليل كان مصدوم من اللي شافه. أكيرا فاق بعد يوم وهو في أوضة كرو، ولقى ليل قاعد جنبه على الكرسي. ليل حكى له اللي حصل بعد ما فقد الوعي، وقال انه شاله وجابه هنا عشان كان مغمى عليه تماما. أكيرا كان مستغرب ليه غاب كل ده، فليل قال له ان لازم يعتبر نفسه محظوظ، لان اي حد بيستهلك طاقته كلها عادة بيموت. ليل كان فضولي وسأله عن سحر الظل بتاعه لأن شكله ضد المنطق، بس أكيرا قال له إنه مش عارف ومش مهتم، كل اللي في دماغه دلوقتي إنه ينقذ أميليا. أمن على السرير وشكر كرو على الاستضافة وجري بسرعة، بس كرو وقفه وسأله إذا كان عارف أصلا كريس خدها على فين، بس أكيرا ما هموش وقال إنه مستعد يدمر كل عالم الشياطين. كرو احترم عزيمته واداله الأسلحة اللي صنعها، منها سيوف قصيرة مناسبة للاغتيال، وكمان اداله خاتم معمول من البطل الثالث. أكيرا بص على الخاتم ولاحظ ان مكتوب عليها هاخدك لكل مكان، والكتابة دي بالانجليزي، ومفيش حد في العالم ده يقدر يقراها غير الابطال اللي جايين من كوكب الارض. كرو شرح له ان الخاتم بيساعد اللي لابسه يلاقي اللي بيدور عليه، فلو كيرا ناوي يلاقي اميليا الخاتم هيساعده. أكيرا جربه على طول، فالخاتم اطلق شعاع ضوئي من الجوهرة بتاعته ناحية الشمال. ليل لاحظ ان الشعاع بيشاور على المتاهة،
وده معناه ان كريس لسه ما اخدش ايميليا لعالم الشياطين وانهم لسه في المتاهه من امبارح. ساعتها اكيرا انطلق هو وليل ناحيه المتاهه في نفس الوقت. كريس كان بيكلم ايميليا وبيقول لها ان مهمتها هي تبحث عن تعويذه معينه بتتحكم في الوحوش، وبيحكي انه فكر يجربها على البشر والالف وعشان كده خطفها، بس لما جربها عليها اكتشف انه مش قادر يسيطر عليها، ومن كتر التجارب في اخر 24 ساعه قدر يعرف طريقه يشل حركتها. ايميليا ما كانتش مهتمه بالتجارب، كانت بس عايزه تعرف هم ليه لسه في المتاهه، فقال لها ان عشان يعمل دوائر انتقال لازم يكون شيطان من الدرجه الثانيه، لكن هو شيطان من الدرجه الثالثه فهو مش هيقدر، وقال ان رئيسه هو اللي يقدر يعملها، فمستني يرجع عشان ياخده لعالم الشياطين. ورغم انه ادرك انها بتحاول تستدرجه في الكلام، قال لها تساله في اللي هي عايزاه وهو هيرد بكل صراحه، لان المعلومات دي مش هتفيد اكيرا في حاجه، وواثق 100% انه هيقدر يهزمه كده كده. اكيرا وقتها وصل مدخل المتاهه، وقبل ما يدخل البنت اللي كانت ماشيه وراه اول يوم وقفت قدامه. البنت شالت الرداء من عليها وطلعت من انصاف الوحوش، وقالت لاكيرا ياخدها معاه جوه المتاهه اللي ايميليا فيها. اكيرا استغرب جدا وقال في نفسه ازاي البنت دي تعرف ان ايميليا هناك، وبدا يسال ويضغط عليها عشان يفهم هي عرفت ازاي. البنت قالت انها استخدمت مهاره بتاعتها اللي اسمها متعقب الرائحه، والمهاره دي ورتها ان اخر ريحه لايميليا كانت عند مدخل المتاهه. بعد كده عرفت نفسها وقالت ان اسمها ليا، اول اميره من مملكه الوحوش، واسمها اورك، وفسرت ان السبب الوحيد اللي خلاها تطاردهم طول الفتره دي هو انها وصل لها خبر ان ملك الشياطين محدد ايميليا كهدف. بس لو كانت تعرف من زمان ليه ما راحتش لاكيرا الاول؟ الاجابه انها ما كانتش عايزه تكشف نفسها قبل ما تتاكد الاول وتجمع دليل قوي، واعترفت انها غلطت انها استنت كتير. اكيرا لسه ما كانش واثق فيها، فاستعمل مهاراته عين العالم، وبعد ما عرف كل حاجه عنها اتاكد انها صادقه فعلا. سالها عن مهاراتها حاجز الروح، فسالته هي كانت مندهشه انت عرفت ازاي، بس اكيرا رفض يقول، فقالت ان الحاجز الروح بتاعها ممكن يتطبق على اجسام متحركه زي البشر، ولان المهاره دي مفيده جدا اكيرا قرر ياخدها معاها. قبل ما يتحركوا سالها هو ملك الشياطين عايز ايه من ايميليا، فقالت له ان كل اللي تعرفه ان هو عايز ياخد سحر الاحياء بتاعها. لما اكيرا سمع كده عرف انه ما ينفعش يضيع وقت تاني، وبيركبوا على ليل وبسرعه بيتجهوا ناحيه المتاهه. في الوقت ده ايميليا كانت بتسمع من كريس ان ملك الشياطين عايز يسرق سحر الاحياء منها، بس هي ما كانتش فاهمه ليه، لانها عارفه ان الشياطين مش بيموتوا اساسا. كريس قال انه مش عارف هو كمان، وقال ان التعويذه دي مش قويه قوي لانها بتتعمل مره كل كام اسبوع، ومش هتنفع لو الاعداد كانت كتيره. وقالت كمان ان ايميليا مش هتقدر تحيي اكيرا بعد ما يقتله، لانها استخدمت التعويذه على نفسها قبل كده لما اتصابت اصابه خطيره. وفي الاخر كريس قال انه متحمس يشوف ايميليا وهي بتعيط زي الاطفال لما يقتل حبيبها، وواضح انه بيستمتع بعذاب الناس. وقال كمان انه كان مبسوط جدا لما شاف اخت ايميليا كيليكا وهي بتعيط لما ليان اتقتل من 10 سنين. في الوقت ده اكيرا كان لسه في الطريق، وسال ليا انت عارفه ان دي مش اول مره نتقابل فيها، وقال لها انه فاكر اللقاء القصير اللي حصل بينهم قبل كده. ليا شرحت له ان عيلتها اتخطفت من وحش طين اسود، وانها راحت على مدينه ريدسي تدور عليه، وبينت له انها في الاصل مش من العيله الملكيه، لكنها كانت عايشه في قريه صغيره، وفي يوم الوحش الطيني ده هجم على القريه واكل كل اللي فيها بما فيهم اهلها، ومن ساعتها وهي بتحاول تعرف مين اللي عدل الوحش ده واطلقه. بعد ما اهلها ماتوا العيله الملكيه تبنتها لما عرفوا انها عندها مهاره حاجز الروح، وبعد فتره ادوها لقب اميره. استخدمت اللقب ده عشان تحقق في مدينه ريدسي على اللي حصل، وهناك عرفت ان مش بس قريتها اللي اختفت، لكن في قرى كتير على قاره الوحوش وحتى على قاره البشر اختفوا بنفس الطريقه. ومن المعلومات اللي جمعتها اكتشفت ان الارواح دي كلها اتضحت في طقوس استدعاء، وان ملك البشر ضحى بالاف الارواح منهم اهلها عشان يستدعي الابطال من الارض. ولما عرفت الحقيقه دي قررت تشوف بنفسها النتيجه اللي ادت لموت اهلها، وعشان كده كانت بتتجسس على اكيرا وباقي الابطال. اكيرا حس بيها وفهمها وتاسف لها وعدها انه هيجيب لها حقها، لكنه دلوقتي لازم يركز في انقاذ ايميليا الاول. المشكله ان ايميليا وكريس ممكن يكونوا في اعماق المتاهه، فكان لازم يخلصوا على طابق فيها عشان يوصلوا ليهم. اكيرا قرر يستخدم سحر الظل ويمسح كل الوحوش مره واحده، بس ليل منعه من التهور وقال له انه هيقوم بالمهمه كخادمه المخلص. ليل اتحول لشكل
شكله الشيطاني وبدأ يفتح الطريق لأكيرا وينزل في أعماق المتاهة، لكن بعد شوية بدأ يفقد السيطرة على نفسه، وقبل ما وعيه يضيع أكيرا ناداه بصوته وساعده يفضل صاحي. أكيرا بدأ يكلمه وهو نازل وسأله ليه الناس في الكوكب ده بيكرهوا الشياطين كده، فليل بيعرفوا إن أول ملك الشياطين هو اللي بدأ الحرب وهاجم كل الأعراق التانية بعد ما طردوا الشياطين على القارة القاحلة اللي اسمها فولكانو. ومن وقتها مفيش ولا ملك شياطين بعد أول حرب هاجم الأعراق التانية، بس الأعراق دي لسه شايلة في نفسها بسبب اللي عمله أول ملك شياطين. عشان كده نشروا فكرة إن الشياطين أصل الشر في العالم، والنتيجة كانت حروب كتير ملهاش لازمة راح فيها ملايين الأرواح. ومؤخرا مرات ملك الشياطين الحالي اتقتلت وهي نايمة على إيد واحد كان عايز يتشهر. قبل ما مراته تموت كان معروف عنه إنه طيب وبيحب شعبه جدا، بس بعد موتها اتغير وبقى شرس وما بيرحمش حد. أكيرا بدأ يشك إن ملك الشياطين عايز ياخد سحر الإحياء بتاع إيميليا عشان يرجع مراته للحياة، بس هو مش مهتم، كل اللي في دماغه إنه ينتقم منه عشان أذى إيميليا. وأثناء الكلام ده وصلوا للطابق اللي إيميليا فيه، وأول خطة عند أكيرا كانت يخلي ليا تعمل حاجز روحي حوالين إيميليا عشان يحميها. وأول ما خلصت أكيرا باص ليل وطلب منه يواجه كريس، بس ليل قال له إنه خلصت طاقته ومحتاج يرتاح. أكيرا ما اتضايقش وقال إن ده مش هيوقفه لأنه واثق من نفسه، طلع الخناجر وقال إنه هيقطع راس المعتوه الأخضر ده. بس كريس كان شايف العكس وقال إنه اللي هيتهزم هو أكيرا. ليل حاول يتفاهم مع كريس وقال له إن أوامر ملك الشياطين كانت بس إنه يوصل أكيرا للقصر، بس كريس رد وقال إن الأمر الوحيد اللي وصل له هو إنه ياخد إيميليا حية. أكيرا ما حبش يضيع وقت في الكلام فهاجمه من الجنب. كريس صد الهجوم بسهولة برمحه ورد بضربة قدام أكيرا جرحته في بطنه. أكيرا فضل يهاجم بس الشيطان كان بيواجه الضربات في كل حتة. ليا استغربت إزاي أكيرا بيتصاب وهي عاملة عليه حاجز روحي، فليل شرحه إن كريس بيستخدم رمح عليه تركيز مانا عالي جدا وكل ضربة منه قاتلة، بس مع ذلك عشان كده بيفضل الحاجز اللي عملته والضربات مجرد خدوش. أكيرا بدأ يقلق بعد ما فشل إنه يصيب كريس، ففعل سحر الظلال بتاعه والظلال وصلت لكل نقطة دم نزلت منه على الأرض، تحولت لوحوش ظل هجمت على كريس من كل اتجاه. كريس اتفاجئ واتضرب فعلا، وبينما كان بيحاول يصدهم أكيرا قرب منه وضربه، بس الاستخدام الكبير للمانا خلاه يتعب جدا واضطر يوقف عشان ياخد نفسه. كريس استغل الفرصة واستدعى 3 وحوش شيطانية بالناي بتاعه، والوحوش هجمت أكيرا وهو لسه بيجمع طاقته، لكن ليا استخدمت تقنيتها الخاصة الحاجز الروحي المعكوس عليه، وده انقذه من الهجوم لمدة ثانية واحدة، بس قبل ما تفقد وعيها ادت له وقت كفاية، وبسرعة من غير ما يتحرك حتى قتل ال3 وحوش في لحظة. إيميليا رجعت تجري ناحيته وبقت قادرة تتحرك تاني بعد ما كريس ضعف، وأول ما بدأ أمان أكيرا وجه سيف ناحية كريس، بس وقف مكانه متردد لأنه عمره ما قتل حد قبل كده. التردد ده كلفه غالي جدا لأن رئيس كريس ماهيرو وصل فجأة باستخدام دائرة انتقال، وليل بيحذر أكيرا إنه ما يحاربش ماهيرو لأنه قوي جدا. أكيرا بيعرفه إنه حاسس بقوته فهياخد باله وهو بيتعامل معاه. في اللحظة دي ماهيرو بيشيل كريس ويركنه على جنب، بيخترق الحاجز بسهولة وبيهجم على إيميليا ويخبطها في الحيطة، وده مش عشان يقتلها، لا بس عشان تبقى سهلة إنه ياخدها. أكيرا جري عليها وهو متعصب جدا وكمان حاسس بالعجز لأنه مش قد ماهيرو. ماهيرو كان فاهم خطتهم وقفل ال4 حواجز بحواجز سحرية. هنا أكيرا بيفكر يعمل إيه، لسه بيستخدم سحر الظلال وقوته ناقصة ومهاراته الاختفاء مش هتنفع مع واحد زي ده. ماهيرو بيعرف نفسه وبيقول إن ظروفه شبه ظروف أكيرا وإنه كان عايش في اليابان قبل كده. هنا أكيرا اتفاجئ إن بشري واقف مع الشياطين، مع ذلك التفكير مش هيفيده لأن خلاص العم ماهيرو قرر يقتله وياخد إيميليا، فبيهجم عليهم وأكيرا بالعافية بيلحق يتفاداهم وبيهجم عليه، بس ماهيرو بيفعل حاجز قوي وبيرمي الطاقة على أكيرا. أكيرا بيحاول يشغل سحر الظلال تاني وبينجح، بس كده خلصت طاقته وماهيرو قال له إن نفسه يشوفه في قوة كاملة، بس لازم يمشي بسرعة عشان ما يتأخرش على سيد الشياطين، وكان خلاص على وشك إنه يخلص على أكيرا. لكن ليل بيجي بعد ما استرجع شوية من طاقته ويعرف نفسه لما ماهيرو بيقول له إنه كان في جيش سيد الشياطين بس انفصل عنه قريب. وبعدين بيكلم أكيرا بالتخاطر وبيقول له اسمعني كويس، أنا عايز أفسخ العقد بيني وبينك دلوقتي. هنا أكيرا بيتصدم ليه وإزاي، فليل بيعرفه إن العقد بيتفسخ وقت ما الطرفين يوافقوا، وده الحل الوحيد لقتل الراجل ده، الحل الوحيد انه يضحي بنفسه. بس أكيرا بيرفض وبيقول انت ما ينفعش تموت. ماهيرو واللي واخد باله ان هما بيتكلموا بالتخاطر بيقول له بتتكلموا في السر،
براحتكم، انا استناكم لما تخلصوا كلامكم لان كده كده اخركم معايا. اكيرا بيعرف ليل بالتخاطر انه ما كانش فيه فرصه يهزم ماهيرو لوحده، بس دلوقتي بما انهم مع بعض انا واثق فيك وانت واثق فيا. وهنا تحصل اكبر مفاجاه، ليل بيتحول لقائد الفرسان ساران اللي اتقتل من 3 شهور بالخيانه. ليل بيقول لاكيرا انه مش هيقدر يفضل في الشكل ده كتير ولازم يخلصه بسرعه. فاكيرا بيفهم انه لازم يهاجم ماهيرو بسرعه، وساران بيستخدم قوته ويستدعي المطرقه الخاصه بتاعته اللي بتكسر اي حاجه بالقوه وبيهجم عليها ماهيرو. بس ماهيرو بيستخدم سحره وبيعمل حاجز سحري عشان يوقف الهجوم، واكيرا بيكون قلقان وخايف يخسره في الاخر. وفعلا ماهيرو بيصد المطرقه وبعدها بيستخدم سحر اسمه عاصفه الحاكم ويرميه عليهم. اكيرا وساران بيجروا عشان ينقذوا نفسهم، وماهيرو بيحاول يضرب اكيرا لكن اكيرا بيستخدم اختفاء وبيختفي. بيهجم على ماهيرو بس للاسف ولا ضربه بتيجي فيه، فبيضرب سحر ماهيرو بسيفه ويكسره، وبعدها بيحاول يضرب ماهيرو وبيفشل تاني. وفجاه ساران بيظهر ورا ماهيرو وبيهجم ولكن مفيش فايده. ماهيرو عامل حمايه تمنع اي ضربه توصل له. فكيرا وساران بيهجموا عليه مع بعض، وكيرا بيفكر بحزن لو قائد ساران كان لسه عايش كانوا هيحاربوا سوا بنفس الطريقه. وبيتاسف لليل لان حتى وهم بيقاتلوا في معركه مميته بيفكر بالطريقه دي. ليل بيعرفوا انه هيرجع لشكله الحقيقي قريب، فاكيرا بيقول له ولا يهمك انا هنهي المعركه دي. ماهيرو بيتريق عليهم وبيقول لهم لو فاكرين انكم كسبتم تبقوا غلطانين. وفجاه بيستدعي ايميليا واللي بتضرب اكيرا من ظهره بايديها وتخترقه. اكيرا بيقع على الارض وايميليا بتتصدم تماما لانها ما كانتش مسيطره على نفسها. اكيرا هو متصاب بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش لان ده مش ذنبك. وليل اللي بيرجع لطبيعته بيفهم ان ده نفس السحر اللي استخدمه ماهيرو في الاول. ماهيرو بيقول لهم دي قدره التحكم في الدمى، ولما بيستخدمها الدمية بتتفعل ل100%. هنا أكيرا بيخاف لا يموت، ولو ده حصل ماهيرو هياخد إيميليا بتعيط جنبه وهو بيموت، وفي آخر لحظاته بيقول لسه مش عايز أموت ولسه ما انتقمش لقائد الفرسان زي ما وعد. وقبل ما يموت النظام استخدم طاقة سحرية في آخر لحظة، وماهيرو بيشوف ده وبيحاول يضربهم ولكن ما قدرش لأن النظام صنع حاجز حواليه بيحميه لحد ما يتعالج. وماهيرو بيحاول يضرب أكيرا تاني بس السحر ملوش أي تأثير، وفجأة أكيرا قام وقف، وإيميليا وليل بيتصدموا. وباين يا صديقي إن النظام بيحرك أكيرا بنفسه، والنظام بيفعل وضع القتال وبيستهدف ماهيرو وبيهجموا على بعض. وأكيرا بقى قوي جدا، بيستخدموا طاقتهم ضد بعض، بس أكيرا بيستخدم قيود الظل وبيربط ماهيرو بالسلاسل. فهنا ماهيرو بيشك إن في حد بيسيطر على أكيرا، واللي بيتحكم في النظام بيكلمه وبيقول له فك السحر اللي عملته على إيميليا. فماهيرو بيغضب وبيستخدم قوته على إيميليا عشان يقتلها، لكن أكيرا بيجري ويحاول يحميها وياخد الضربة مكانها. في اللحظة دي كرو ظهر ولغى السحر، فالكل اتصدم من وجوده. وماهيرو بيقول أنا كنت عارف إن أنصاف الوحوش سنها بتزيد شوية عن البشر، بس أنت إزاي لسه عايش وإزاي لغيت كل سحر في ثانية؟ وقتها ماهيرو بيخاف وبيقول هسيبكم تفلتوا المرة دي. وكرو بيقول له وأنا كمان هسمح لك تستخدم دائرة الانتقال. بعدها ليا بتكلم كرو وبتقول له ما كنتش متوقعه انك هتيجي لينا. فكرو بيعرفها ان اللي حصل من غير تخطيط وبيطلب من اكيرا يرتاح، واكيد اغمى عليه وصحي تاني يوم يسال بقاله قد ايه نايم. فايميليا بتقول له انه كان مغمى عليه لمده 3 ايام. وكرو دخل عليهم واكيرا شكروا انه انقذ حياتهم وبيسال على ليا. فكرو بيطمنهم ان ليا بخير وراحت القصر الملكي. واصحاب اكيرا بيدخلوا وهو فرحان بيهم جدا. وجل بيقول له ان فرقه البطل بيرفعوا قوتهم واحده واحده وجايين يقابلوا كرو عشان يعمل لهم اسلحه. اكيرا بيقول انت كمان سبت القصر يا ساتو. فبيشرح له ان اسهاينا سيطر على الوضع وخلاه يفك اللعنه عن كل الناس اللي هنا، واسهاينا بيتاسف عن غلطته وبيقول ان كان واقع تحت تاثير اللعنه، وانه حزين جدا انه ما قدرش يدافع عن اكيرا صديقه الوحيد. واكيرا بيطمنه وبيقول له انا عارف كل حاجه. المهم الكل شكر اكيرا انه فك اللعنه عنهم، وساتو بيقول انه زعلان انك مشيت لوحدك. فاكيرا بيعرفه ان الظروف ما كانتش سامحه، بس زي المتوقع من البطل قيادته واضحه. واكيرا بيسال جيل ليه سبت القصر، فجيل بيقول انا ما بقتش فارس، اتطردت وده لان الملك شايف ان احنا ملناش لازمه. وساتو بيقول انه كان مستني اليوم اللي يقابله فيه اكيرا ويطلب الاذن انه يسافر معاه، بس ليل بيتكبر عليهم وبيقول لهم انا الشريك الوحيد اللي سيدي محتاجه. فاسهاينا بيتعصب وبيقول له احنا بنكلم اكيرا مش انت، فاسكت. المهم بيسالهم ايه خطتهم بعد كده، فساتو بيقول عايزين نهزم ملك الشياطين. فليل بيضحك عليهم عشان هم مش هيعرفوا يعملوا
اي حاجه قدامه، فكله بيزعق له انه بيقلل منهم. اكيرا بيطلب من ليل يسيبهم شويه. اكيرا بيسالهم ليه عايزين تهزموا ملك الشياطين؟ عايزين تبقوا اساطير ولا ايه؟ بيقولوا لا مش كده، بس ممكن لو هزمنا ملك الشياطين نقدر نتفاوض معاهم، اكيد عارفين طريقه يرجعونا بيها. اكيرا بيوضح لهم ان في مشاكل. اولا كده مفيش فرصه نتفاهم مع الملك ولا الاميره لانهم مجانين بيستخدموا لعنات وقتلوا قائد الفرسان ساران وضحوا بكتير من الناس في طقوس الاستدعاء. ثانيا كده شياطين الرتبه الثانيه يقدروا يعملوا دوائر انتقال، وممكن جدا يعملوا دائره انتقال تودي لعالمنا، فاكيد يعني هيسالوه لو هيقدروا يساعدوه، وبيعرفهم انه هيعتمد على نفسه. انا واخد قرارات تقربني من الرجوع لبيتي، ففكروا كويس في اللي عايزين تعملوه. وبعد ما بيمشي بيتكلموا ان فرصتهم يرجعوا البيت هتكون اعلى لو انضموا واشتغلوا سوا. واحده منهم بتقول ايه المشكله لو اتنازل شويه علشاننا، فواحد تاني بيعرفها انه مش هينضم ليهم غير لما يظبطوا قوتهم. وبعدين بنشوف اكيرا بينادي على ايميليا واللي بتقول له هنضطر نسيب بعض في يوم من الايام، فحبيت بس اعتذر اني هجمت عليك وسط المعركه. اكيرا بيقول لها انت ما كنتيش اللي عملت كده فما تقلقيش، وإيميليا بتعرفها انها تتجنن عشان عورته بالشكل ده. المهم رجعوا عند بيت كرو وطلابنا كانوا بيتكلموا في ان مهرجان في مدينه مالي قريب، وفي هناك برضه مسابقه جمال، واللي بيفوز بيختفوا بعد كده. والاشاعه بتقول ان في حد بيخطفهم، ولان الكلام منتشر افتكروا ان ممكن يكون حقيقي، ولو مسكوا اللي ورا الموضوع ممكن يثبتوا قوتهم لاكيرا. تاني يوم الكل اتحرك ناحيه المدينه، وبما ان اميليا كانت عايزه تستمتع بالاكل واللعب في المهرجان اكيرا جه معاهم برضه. ولما وصلوا ايميليا اتحمست تشارك في المسابقه، فاكيرا سابها تنبسط ومش عايز يبوظ عليها فرحتها. هما رايحين للتسجيل البنت كانت بتزعق للموظفين وبتتهمهم بالعنصريه. اكيرا استغرب فقالت له ان هما مانعين الشياطين يدخلوا المسابقه، واندهش انها شيطانه بس هي كانت بتتكلم عادي. ليل عرفها على طول وهي عرفت عن نفسها بالاسم لاتي. اكيرا حاول يشوف قوتها بس ما عرفش يشوف اي حاجه. فجاه مسكت دراعه وطلبت منه يساعدها تدخل المسابقه، وايميليا طبعا ما عجبهاش الموضوع ده فبعدتهم عن بعض. المهم ايميليا قدمت للتسجيل والموظفه عرفت فورا انها اميره الف، واخيرا فرحت ان حد احترمها. لاتي فضلت تتحايل على الموظفه عشان تسجل، وبما انها سجلت كل الاعراق كانت زعلانه عشان الشياطين مش معاهم، فاكيرا عرض انه يكون مسؤول عنها والموظف وافق يسجلها تحت سلطه ايميليا. لاتي شكرته وبعدها خدت بالها من ليل، وليل قال انه عامل عقد مع اكيرا، ولما سالهم يعرفوا بعض ازاي قال له هيشرح بعدين. لاتي سالتهم لو يحبوا يتفرجوا على المهرجان سوا ووافقوا، وبعدها بدات توقع الناس يمين وشمال والكل بيهتف ليها. وفي ناس قعدوا ينادوا على اكيرا باسم القاتل الصامت وهو مش فاهم ليه. كرو شرح له انه اتشهر باللقب ده لما انقذ المدينه بظلاله من هجوم الوحوش، واداله ميداليه صفراء من نقابه المغامرين كمكافاه. اكيرا ما اهتمش بالرتب، بس ايميليا قالت انها رتبتها فضي، واختها كيريكا رتبتها ذهبي، وزمايلها الباقيين رتبتهم صفراء، وقالوا له يقدر يطلب مساعده لو احتاج. ساعتها لاتي نادت ايميليا عشان يدوقوا الاكل، فقامت تجرب واكيرا قال لليل يمشي وراها عشان لو حد حاول يأذيها. اكيرا كان مستغرب ازاي ايميليا قربت من لاتي بالطريقه دي. كرو عرفوا ان هم خدوا يومين في الطريق لحد ما وصلوا المدينه، فطبيعي يكونوا اتقربوا من بعض. اكيرا بعدها سأل كرو هو جه المهرجان ليه اصلا. كرو فكروا باخته اللي ماتت، وقال ان طول السنين دي ما حاولش ياخد حقه من جرام لانه ببساطه ما بقاش قوي زي زمان، قوته قلت مع السنين. اكيرا استغرب وقال مفيش محارب زي كرو يبقى ضعيف كده، بس كرو شرح له ان رجال الوحوش بيكبروا من غير ما شكلهم يتغير، وكمان جرام دايما حواليه ناس اقوياء بيحموه، فكرو شايف ان هو مش قدهم. وكمل وقال ان جرام راجل له نفوذ كبير، وغالبا هو اللي باع مكان ايميليا للشياطين زمان لما اتخطفت. وفي الاخر قال لاكيرا انه انقذه من متاهه الوحوش عشان يخليه مديون ليه بجميله، وانه من غيره زمانه كان مات. وبعدين طلب منه الطلب اللي خلى اكيرا واقف مصدوم ومش عارف يرد. كرو قال له ياخد وقته ويجاوبه بعدين. وقتها جيل ظهر وقال لكرو انهم لازم يظبطوا مكان يقعدوا فيه، بس هو رفض عشان هو مجهز اصلا كل حاجه، وقال لاكيرا ان المهرجان الرئيسي خلاص هيبدا. وفي الاستاد اكيرا والطلبه خدوا اوضه كبار الشخصيات بفضل علاقات كرو، وليل كان مبسوط ان هم واخدين معامله مميزه. وبعد ما الكل عرض على المسرح جه دور ايميليا وبقت محبوبة الجماهير في ساعتها، وكل افتكر انها كسبت خلاص، لكن فجأة لاتي دخلت بعباية سودة غريبة وبدأت تحط كريستالات سحر على المسرح، وفجأة عملوا دخلة من العيار التقيل وتم كشف عن فستانها الحقيقي بشكل خطف القلوب. وبعد المسابقة الحكم اعلن النتيجة تعادل، وطبعا لاتي اتضايقت انها ما كسبتش رغم اللي عملته، بس اكيرا قال لها انها مجرد انها نفست ايميليا انجاز كبير، ولاتي قالت انها تتحدى
يتحداها السنة الجاية. وليل قال للاتي انها لو فضلت تلفت الانتباه بالشكل ده هتورط نفسها مع ابوها. لاتي قالت انها مش فارق معاها وانها سابت البيت وهربت لانها متضايقة منه اصلا. اكيرا فضل يتساءل مين لاتي دي بالظبط، فليل كشف الحقيقة انها بنت ملك الشياطين نفسه، والكل اتصدم. وفي الناحية التانية جرام كان بيتفرج عليهم من الكاميرات المراقبة، والحراس سألوه يعملوا ايه، قالوا لهم مالكوش دعوة، وامرهم يبعتوا قوات صغيرة، وقال انه بنفسه هيعرف يخطف ايميليا بخططه حتى لو الشياطين فشلوا. بعدها اكيرا استخدم عين العالم وفحص لاتي على حقيقتها، واتصدم ان مستواها فوق الطبيعي بكتير. ايميليا قالت انها عارفه انها قويه، وفضلت تفكره يستخدم قدرته مع اي حد يشك فيه. بالليل اكيرا سأل ليه يستنوا بره عشان ياخدوا الجوائز، فصاحبه قال ان اداره المسابقه ما كانتش جاهزه للحفل. اكيرا استغرب فقال له انه شارك في قسم الرجال وكسب بسهوله، وقال ان هو لاحظ ان هم مش مجهزين اي حاجه. تاني يوم كلهم خرجوا رايحين حفله توزيع الجوائز. لاتي سألت هو اكيرا فين. ايميليا قالت انها سايباه نايم في الاوتيل ومش هيصحى قبل العصر، وقالت ان حضور اكيرا مش مهم، دي مجرد حفله. في الناحيه التانيه زمايل اكيرا كانوا واخدين بالهم عشان ممكن تجار البشر يتحركوا هناك، وبما ان اكيرا مش موجود هم كانوا شايفين دي فرصه عشان يثبتوا نفسهم. وبعد دقايق وصلوا واستغربوا ليه عاملين حفل توزيع جوائز في مبنى قديم بالشكل ده. وهم واقفين مستنيين الموظفين فجاه رجاله مقنعين دخلوا عليهم. الرجاله طلبوا يعرفوا هويه ايميليا، فاستغربت هم عايزينها ليه، وقالوا لها ان جرام مستدعيها وانهم جايين ياخدوها. لكن ايميليا رفضت وقالت ان عمرها ما هتروح لواحد زيه. فالمقنعين جهزوا نفسهم للهجوم، بس فجأة ايميليا صنعت كرات جاذبية تقيلة سحقتهم على الارض. مسكت قائدهم واستجوبته لكنه رفض، وبعد ضغط منها قال ان اغلب الفائزين اللي اتخطفوا كانوا من جرام واتسرق اعضائهم واتباعت. وكمل وقال ان الشائعات انتشرت. جرام كان بيسكت الموضوع بفلوسه. ايميليا اتضايقت لما عرفت انه كان ناوي يبيعها هي كمان، وزودت قوة الجاذبية عشان تخلص عليهم. بس لاتي وقفتها وقالت لها ان هم مهما كانوا مجرمين اكيد ليهم قصصهم ودوافعهم، وان مفيش خير مطلق ولا شر مطلق، وان كل واحد من حقه ياخد فرصة حتى لو كان قوي او ضعيف. وقالت بكل وضوح انها مش هتسمح بقتل حد قدامها. في اللحظة دي اكيرا كان شايف كل اللي بيحصل عن طريق الاتصال الذهني اللي حصل بسبب تعويذة النوم اللي ايميليا استخدمتها. لاتي قالت لايميليا انها لو عايزة تقتل حد تعمل ده من غير ما تكون موجودة، لانها مش هتقدر تحمي الناس في كل مكان. اكيرا كان متفاجئ ومبسوط في نفس الوقت، لان هو كمان ما كانش عايز يشوف حاجة زي كده، وحس ان لاتي انقذته من منظر كان هيكسر قلبه، وسأل نفسه لو هيجي يوم ويضطر يقتل حد. بعد كام يوم اكيرا سأل جيل بيعرف كرو منين. جيل قال ان كرو زمان كان بياخد تلاميذ وامه كانت واحدة منهم، لكن تدريبه الشديد خلاها تفقد عقلها، فكرو تبنى جيل عشان يرعاه. اكيرا اتصدم ان علاقتهم عميقة كده. جيل قال انه مش بيكرهه، بالعكس شايفه زي الاب اللي خلى باله منه وقت ما كانش في حد في الدنيا واقف جنبه. اكيرا اعترف انه شايف كرو بيتصرف كده فعلا، وجيل سأله ساعدك قبل كده، ولما اكيرا رد قال انه حر يرد له الجميل او لا، ولو ناوي يرجع الدين يعمل ده بسرعه لان وقت كرو في الدنيا مش كبير. ساعتها ليل رجع وقال ان الكاميرات اللي في المهرجان كلها راكبه بامر من جرام، وانه بيراقب الفائزين، وده معناه ان عين جرام في كل مكان. اكيرا بدا يفكر هيعمل ايه مع المشكله الجديده دي، وقال لجيل ان الجهاز ده نفسه هو اللي ملك البشر كان بيستخدمه عشان يراقب الابطال. وليل شرح ان في بطل من كوكب الارض جاب التكنولوجيا دي هنا وبقت موجوده بشكل طبيعي. وجيل اضاف ان مملكة ياماتو متأثرة جدا بعادات واكل مناطق كاملة من الارض بسبب بطل قديم. اكيرا اتحمس يعرف اكتر عن مملكة ياماتو، بس قبل ما يكمل ايميليا والباقي رجعوا من المهرجان وطلبوا من الكل يستنى. اكيرا بعدها جمع صحابه وقال انه عايز يكلمه على انفراد، وسألهم انتوا عزمتوني على المهرجان وفي نفس الوقت كنتوا بتتحققوا من الاشاعات في خطف البشر. اتصدموا انه كشفهم. صحابه اعترفوا ان هم كانوا عايزين يثبتوا نفسهم بس ما قدروش يعملوا اي حاجة مفيدة. اكيرا احترم ان هم حاولوا يعملوا اللي يقدروا عليه لهدف مختلف، وقال لزميله انه حتى لو ليه نفس الهدف هو عايز يخلص على جرام الاول. كرو قال لاكيرا انه يقدر يزور مدينة اوراك لان جرام بيشتغل كسيد نقابة المغامرين هناك، واصحابه عرضوا يساعدوه ويوقعوا جرام بس هو رفض تماما. وبعدها كرو قال لاكيرا انه هيرشده في قارة الشياطين كمان لو قدر يحقق طلبه، فاكيرا وعده انه هيفكر في الموضوع. وبعد كده جيل وفرقة الابطال هيستنوا اكيرا في مكان قريب من عالم الشياطين وهو يخلص اللي وراه في مملكة الوحوش. وبعدين طلعوا الخريطة واقترحوا مكان معين، بس كرو رفض. فجيل
جيل شرح ان امه عايشه هناك. اكيرا اتفاجئ ان ام كرو لسه عايشه مع انه كبير جدا في السن، فجيل قال له انها قصه طويله هيبقى يحكيها بعدين. وبعدها كرو اقترح نقطه مقابله تانية وكلهم وافقوا وابتدوا يمشوا. وفي نفس اليوم بالليل ايميليا قالت لكرو يبطل يضغط على اكيرا، بس هو رد عليها وقال ان ده اختيار اكيرا. سكتت شويه وبعدها طلبت منه ياخدها تلميذه عنده. كرو فكرها انه ما بقاش بياخد تلاميذ، بس ايميليا قالت له انها عايزه تبقى قويه كفايه عشان اكيرا ما يضطرش يحميها طول الوقت. ولما شاف الاصرار بدا يحترمها وشاف انها ممكن تستحمل تدريبه. بعد شويه واكيرا ماشي مع كرو وايميليا، جيل اداله كيس قديم. فكروا ان اكيرا كان نسيه في اوضه ساران وهو بيهرب من مملكه البشر، وقال ان اكيد جواه حاجات مفيده ليه. اكيرا اخده وسابوا المكان بالعربيه، وبعدها الابطال اتحركوا هم كمان. بعد 3 ايام ايميليا كانت تعبانه جدا، وبعد يوم كامل دراسه وتدريب اكيرا اتفاجئ. بس كرو قال له ان مجرد انها صمدت ده يعتبر انجاز. كرو قال ان ايميليا مشهوره بسحرها القوي وقدرتها على طرد الوحوش، بس مملكه الالف كتمت كل الاخبار عنها، فكانت بالنسبه له مجرد اسطوره. وكشف كمان انه سمى ليا على اسم اميليا، وده يوضح قد ايه كان معجب بيها. بس كرو شايف ان قدراتها المرعبه اكتر بكتير لما تشوفها بعينك، لانه بيعلمها مهاره عكس السحر اللي اخترعها اول بطل. المهاره دي بتستنسخ وبتصد اي تعويذه فورا، بس لازم المستخدم يتعلم لغه قديمه صعبه جدا. ورغم ان اللغه دي مليانه رموز ممكن تدمر عقل اي حد، لكن ايميليا اخترعت مهاره جديده اسمها الفهم عشان تعرف تستوعبها. المهم ان في الوقت ده ليل كان متمشى فوق سطح المباني يدور على معلومات. قابلته اللاتي وسالته ليه ماشي لوحده. قال لها انه بيتجسس وبيجمع معلومات، وده حمسها جدا وقالت له انها عايزه تروح معاه. وبعد ايام عربيه اكيرا وصلت اخيرا للمدينه. بما انه مش عارف شوارع المدينه الكبيره دي، كرو قال له يقابل ليا بعد ساعه. وبعد شويه ليا قابلتهم وخدتهم يلفوا لفه في المدينه مع بعض. واول حاجه عملوها كانت جوله مركب فخمه في انهار المدينه. ولما نزلوا من المركب ومشوا ناحيه القصر، ليا قالت ان الملك عامل مأدبه مخصوص ترحيب بالاميره ايميليا. اكيرا شكرها على انها انقذت حياته من الشياطين، وهي بتسمع شكره اكيرا سالها لو اخترعت مهاره الحاجز الروحي على اساس مهاره كرو في العكس. ليا اتفاجئت وقالت ان مهاره حاجزها مجرد نسخه اقوى من الحواجز، وان السحر القوي ممكن يكسره، لكن مهاره كرو ترد الهجوم نفسه، ودي اقوى بكتير من بتاعتها. بعدها دخلوا قاعه الملك ايجوم اللي رحب بايميليا، وبعدها شكرته على الدعوه وقال انه عايز يشكرها لانها انقذت بنته. ايميليا قالت له ان اكيرا وكرو هم اللي انقذوا ليا، بس الملك شكر كرو بس، واكيرا ابتدى يحس انه مش مرحب بيه، وان الملك حتى ما شكرهوش. بس فجأة الملك بص لاكيرا وطلب منه خدمة. اكيرا قال له انه مش ضامن يقدر يعملها. قائد الحراس اتعصب جدا وزعل اكيرا عشان بيتكلم مع الملك بشكل عادي، بس الملك طلب منه يهدى. وبعدها الملك طلب من اكيرا ينفذ عملية اغتيال مقابل حمايته، بس اكيرا رفض فورا. فالملك عرض عليه مكافآت تانية، وقال له ان كل اللي عايز منه هو انه يخلص على جرام. وبما ان اكيرا اصلا حاطط جرام في دماغه، ايجوم افتكرهم ان هم بيعملوا صفقة. راح شرح له انه رغم ان جرام مجرد قائد نقابة، بس لسه بيبوظ الدنيا في مملكته وبيستخدم مرتزقة. اكيرا قال له ان الموضوع ما يخصوش. فالملك استغرب وسأله لو الحماية اللي بيوفرها له ما بقتش كفاية. فاكيرا قال له انه قادر يحمي نفسه ومش محتاج حماية حد اضعف منه. ساعتها قائد الحراس اتعصب من الكلام وسأل اكيرا هو انت اتجننت بسبب الشهرة ولا ايه؟ بس اكيرا قال له انه ملوش دعوة بالاشاعات اللي الناس بتقولها عليه. ومع كده قال للملك انه يقدر يثبت قوته بنفسه. فقائد الحراس طلب من الملك انه يسمح له يبارزه، والملك ايجوم وافق وهو متحمس عشان يشوف ايه اللي هيحصل. وبالفعل راحوا هما الاثنين للحلبة. واول ما قائد الحراس استعد للقتال، اكيرا فجأة رمى سيوفه ناحية ايميليا، والقائد لما شافه بيرمي السلاح استغرب وقال يمكن مش واخد الموضوع بجد. بس اكيرا قال له انه هيقاتل باسلوب القتلة الحقيقيين باستخدام اسلحة مخفية. الملك اعلن بداية القتال، وبعد ثواني القائد اندفع ناحية اكيرا وضربه بفأس ضخم، بس اكيرا كان بيفادي الضربات بكل سهولة. وبعدها طلع سكاكين النينجا واستخدم حبال مربوطة في السكاكين ونط في الهواء ولف الحبل حوالين رجل القائد. القائد اتعصب وشد اكيرا ناحيته بنفس الحبل وحاول يضربه بالفاس، لكن اكيرا اتفادى الضربة ونزل على سطح قريب، ومن فوق السطح نط ناحية الحلبة وراح على الفاس بتاع القائد وقطعه شرايح بسلاحه، وبعدين وجه السلاح على رقبة القائد. بعد ما القتال اتحدد، ايميليا قالت للملك يبطل يشكك في رغبات اكيرا. الملك وافق،
بس فضل مستغرب ليه هي بتحب بشري. فكرها ان هي كإلف هتعيش اكتر منه بكتير واكيرا هيموت قبلها. وبعدها الملك امر حراسه يرجعوا اكيرا وايميليا لميناء المدينه، واكيرا كان واخد باله من وشها الحزين. سالها ليه شكلها كده، بس هي اكتفت انها تمدحه على ادائه اللي شكله كان جامد، وقالت له انها محظوظه انها بتقضي وقت معاه. لكن اكيرا قال انها هي اللي سابت عيلتها عشان كده هو اللي محظوظ. المهم بعد ما وصل الفندق، صاحب الفندق قال ان له عنده جميله عشان كده مش هيدفعوا حاجه. وبعدها اكيرا طلع كتاب وقعد يقرا، وكرو هو بيشوفه قال انه بيفكره بصاحبه القديم اللي كان بيحب يتعلم زيه، والراجل ده كان حكيم جدا وماهر في استخدام السيوف. الكلام ده فاجئ اكيرا، فسأل كرو هو مين الراجل ده. كرو قال له ان اسمه ساران. فاكيرا سكت شويه وبعدها قال انه مديون لساران بدين كبير جدا. ولما كرو عرف كده قال ان كده الامور هتكون اسهل بكتير. اكيرا سأله قصده ايه، فكرو سأله مين اللي قتل ساران. اكيرا قال فرقة الاغتيال بتاعة ملك البشر. فكرو قال له ان المختالين دول كانوا شغالين لحساب جرام. ولما اكيرا عرف ان جرام هو السبب في موت معلمه كان مصدوم وما قدرش حتى يفتح بقه. اما انا بقى صديقي فانا هقفل بقي لحد هنا، لان احنا خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو لحد هنا اتمنى طبعا ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك الحلوين بتوعك، وطبعا نورنا في التعليقات بالانمي اللي نفسك تشوفه في الفيديوهات الجاية. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.